Point in progress. طيب زي ما عرفتكم بنفسي، خلونا نبدا ان شاء الله مع بعض السيشن بتاعت النهارده. السيشن بتاعت النهارده هنتكلم فيها ان شاء الله على كل حاجه خاصه بالديتا اناليسز. هنتعلم فيها على كل حاجه اي حد محتاج ان هو يتعلم الديتا اناليسز يشتغل بيها. وكمان هنبدا نفهم بشكل كويس ايه هو المجال اللي احنا داخلين عليه، ايه هي التشالنجز اللي هتقابلنا، ايه هي الحاجات اللي احنا محتاجين نكون عارفينها بشكل كويس في الكورس او في المجال عامه، عشان نبدا نكمل في شكل بسيط. هنتعرف طبعا على التايم لاين بتاعنا خلال الكورس، هنتعرف طبعا على المحتوى، على الطرق اللي احنا بنتعامل بيها خلال الكورس، السيشنز، التاسكات، المشاريع، الحاجات دي كلها هنكفر ان شاء الله خلال السيشن. وزي ما قلت لكم ان شاء الله لو انتم في اخر السيشن فايقين، ممكن نطبق برضه مع بعض شويه بيزكس اكسل. لو مش فايقين عادي ممكن نسكجول للسيشن الجاي حاجه ما فيش فيها مشكله يعني. طيب خلونا نبدا مع بعض. زي ما قلت لكم، اول حاجه محتاجين نكون فاهمين بشكل كويس جدا يعني ايه مجال الديتا اناليسيس، وليه هو مهم، وايه اللي احنا بنستفيده منه في البيزنس، وليه احنا اصلا ممكن نتعلم مجال الديتا اناليسيس. فعايز اسالكم، او عايز نتناقش مع بعض نشوف ايه فكرتكم او ايه اللي انتوا عارفينه عن الديتا اناليسيس، او المجال ده هو عباره عن ايه. هو ممكن انتراكت يعني مع بعض كده نشوف هو اتفضل. ماشي، دي الليجل فاكتور. لسه بقى نكمل في الباقي، خلصت الكلام كده. طيب هو الليجل فاكتور ولا ايه؟ هو الليجل كان موجود في حاجه ثانيه. الليجل والبوليتيكال مع بعض. طيب ممكن بس لو حد هيجاوب او كده ممكن نريز هاند، او لو حد هيجاوب على طول يتكلم يعني، عشان انا حاسس ان في مشكله في الصوت تقريبا، او الصوت مكتوم شويه. طيب مجال الديتا اناليسيس ده، يعني مجال الداتا اناليسيس ده هو عباره عن مجال او عباره عن بروسيس زي اي بروسيس بتحصل في حياتنا عامه. جميل قوي، هو تحليل بيانات المعلومات والسوق الانتاج افضل. جميل، حلو جدا. ممكن افضل برضو واحسن نكتب في الشات بحيث برضو يكون ما يكونش فيه كونفليكشن في الكلام يعني. تحليل البيانات وتنقيتها لعمل مؤشرات تدعم اتخاذ القرار. جميل، حلو جدا. طيب حلو قوي من كلامكم اللي انتوا قلتوه ده. المجال الداتا اناليسيس ده عباره عن مجال بنبدا من خلاله ان احنا نبدا نشوف ايه هي المشاكل اللي موجوده في البيزنس، او برضو ممكن مش لازم تكون مشاكل، ولكن ممكن تكون تحديات. ممكن تكون مثلا حاجات محتاجين ان احنا نعرفها، تطوير، استكشاف للبيانات او للبيزنس وهكذا. فهو عباره عن بروسيس، او هو عباره عن عمليه زي اي عمليه بتحصل في حياتنا. ان احنا بنروح الشغل دي عمليه، بننام دي عمليه، بنصحى دي عمليه. اي عمليه في الدنيا بتمر ببعض المراحل او بتمر ببعض الخطوات، بتكون بشكل منطقي وبشكل ممنهج، بحيث ان احنا نبقى قادرين ان احنا نوصل لحل او نوصل الى ناتج في النهايه. ممكن نقول ان الناتج ده هيساعدنا ان احنا نعمل حاجه معينه، او نتجنب مثلا مشكله، نطور من حاجه معينه. فهو عباره عن بروسيس بنقدر من خلالها ان احنا نعمل كليننج للديتا، نبدا ان احنا نظبطها، نبدا ان احنا نعدلها، نبدا نطور في الداتا اللي عندنا، نحسن منها وهكذا. نعمل لها تشينجنج، او نبدا ان احنا نبدا نغير في الشكل بتاعها، نبدا ان احنا نبسطها او نزودها. يعني ممكن تكون عدد الاعمده مثلا قليل، فنبدا نكبر الاعمده او نكتره، طبعا بيزد على رولز معينه. او يكون في داتا كتيره، فنبدا ان احنا نعمل لها ليميتيشن او نبسطها عشان نبدا قادرين نشتغل بشكل مظبوط. وبنعمل بروسيسنج على ايه؟ على الرو داتا. طيب عايز اسالكم سؤال، هو ايه الفرق ما بين الداتا وما بين الانفورميشن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الفرق بين الداتا والانفورميشن ان الداتا لسه في صورتها الاولى، لكن لما بستخدم الداتا واطلع بستخدمها بالشكل المطلوب او بالهدف المطلوب ليها وتخدمه تبقى انفورميشن. جميل، حلو قوي. فبالتالي الداتا، او برضو يعني فكره تانية او تعريف تاني، او الفرق ما بين الداتا والانفورميشن، ان الداتا عباره عن الماده الخام. الداتا زي ما الباشمهندسه قالت، من غير ما نعمل عليها اي تعديل او اي بروسيسنج او اي ترانسفورميشن، فدي بتكون داتا، ماده خام، حاجه يعتبر زي القماش مثلا، فدي ماده خام، او القطن مثلا دي ماده خام. بنعمل ترانسفورميشن،
نعمل تعديل، نعمل ابديت، نعمل تحسين منها، فبنطلع بناتج او بنطلع بمعلومه. فالانفورميشن هي ناتج البروسيسنج او العمليات على الداتا اللي موجوده عندنا. فبالتالي احنا الداتا بتكون موجوده عندنا، ممكن يكون مش قادرين نطلع منها بمعلومه. طب عشان نطلع بمعلومه لازم نعمل ترانسفورميشن على الداتا اللي موجوده عندنا. فده بيكون من ضمن الستبس او من ضمن الكونسبت الخاص بالداتا اناليسيس. طيب ايه هدف كل ده، او ده ليه مهم؟ يعني دي برضه الجول من المجال ده هو ايه؟ تو ده كله بيساعد البيزنس، ماشي، ميك انفورمد ديسيجن. فانا بساعد البيزنس في النهايه ان انا اخد قرار مبني على معلومه. يعني اخد قرار مبني على معلومه، يعني ما اخدش قرار بناء على مثلا احساس، او بناء على مثلا توجهات معينه، او بناء على مثلا اكسبيرينس، او بناء على اي حاجه. لا، احنا البيزنس اللي بيكون بالمليارات، حرفيا في بيزنس بيوصل للمليارات. فما بقدرش او ما ينفعش، مش اصح حاجه ان انا اخد قرار على احساس او على حاجه غير الداتا اللي موجود عندي. البيانات فاكتس، دي حقائق، يعني حقيقه بتقول ان مثلا احنا بنكسب او نخسر وهكذا. فده كله بيساعد ايه؟ بيساعد البيزنس، او المجال ده بيساعد البيزنس ان هو ياخد قرار بيزد على انفورميشن، مبني على معلومه، او تو ميك انفورمد ديسيجن، يعني قرار مبني على معلومه، او هدفه او مصدره هو معلومه. حاجه تانيه كمان هو ان احنا المجال ده بيساعد البيزنس بشكل كبير جدا ان هو يريديوس الريسك، يعني بيقلل الريسك او المخاطر اللي ممكن تكون ناتجه عن مشاكل بتحصل في الداتا او حاجات احنا مش واخدين بالنا منها. فلما هناخد بالنا منها او هنعمل ترانسفورميشن على الداتا وبروسيسنج، فده يساعدنا ان احنا ايه، نريديوس الريسك او نقلل المخاطر، او نقلل المشاكل اللي ممكن تواجهنا او تكون موجوده معانا في وقت من الاوقات، او فتره من الفترات. فالمجال ده هدفه بكل بساطه او بكل سهوله كده ان احنا ايه، ان احنا بنساعد البيزنس ان هو ياخد قرار مبني على معلومه. وكمان ده بيساعد البيزنس ان هو يريديوس الريسك او يقلل المخاطر اللي ممكن تكون ناتجه عن مثلا اهمال او عن عدم وعي بايه اللي بيحصل في البيزنس. فبالتالي ممكن ده يؤدي الى مشكله، او يؤدي الى بروبلم في النهايه. هل حد عنده اي مشكله في المفهوم او في الكونسيبت بتاع الداتا اناليسيس؟ اه احنا بدأنا. طيب جميل، حلو قوي. تعالوا بقى ندخل بعد كده. احنا هنربط يعني في السيشن دي، او كل سلايد هتلاقوها مربوطه باللي بعدها. فبالتالي انا قلت لكم هنا ان الداتا اناليسيس دي عباره عن بروسيس، وقلت لكم ان البروسيس دي عباره عن عمليه من العمليات. فكل عمليه بتحصل بيكون في بعض المراحل، او ايه هي المراحل او الستبس اللي بنمر بيها في مجال الداتا اناليسيس. فاحنا هنا، او قبل ما ندخل في المراحل، هتلاحظوا ان بصوا دي الداتا اللي موجوده عندنا، او دي شكل من اشكال البيانات. فبالتالي الداتا دي بدون ما اعمل عليها اي ترانسفورميشن او اي بروسيسنج او اي عمليات او اي تعديل، انا مش هعرف افهم منها اي حاجه. وهلاقي ان الداتا اللي قدامي دي فيها اخطاء كبيره جدا، وفيها فرايتي في انواع البيانات مختلفه. فبالتالي كل نوع من انواع البيانات يلزمه تعديل معين. مثلا هنا هتلاقي ان هنا عندك لينكات مثلا يو ار ال، هنا عندك كلام مش متظبط قوي، هنا عندك مثلا خلايا فيها حاجات فاضيه، عندك هنا الفورمات الخاص مثلا بالديت مش مظبوط، وهكذا. بتلاقي في مشاكل كتيره جدا. فالداتا دي بدون ترانسفورميشن، بدون داتا اناليسيس، انا مش هقدر اوصل لاكشنبل انسايت، او الاكشنبل انفورميشن اقدر اخد بيها قرار، او اخد بيزد عليها قراري. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هي مراحل او البروسيس الخاصه بالديتا اناليسيس. فاحنا في السلايد دي هنشوف ايه هي الخطوات او المراحل ديتيلز جدا، يعني بشكل تفصيلي جدا، اللي بنمر بيها لما نيجي نعمل اي بروجكت داتا اناليسيس، عشان نعمل المشروع بشكل صحيح، وعشان نبقى فاهمين كل خطوه. في حين ان احنا مثلا هنشتغل فريلانسر او هنشتغل في البيزنس، فنبقى فاهمين احنا المفروض نفكر ازاي، وكمان ايه الخطوات اللي نمشي عليها مع البيزنس مثلا، او نمشي بيها مع البروجكت وات ايفر، عشان نوصل لحاجه صح في النهايه. فاول حاجه عندنا هي الداتا ريكويرمنت جاذرنج، ماشي. من اسمها كده ريكويرمنت يعني متطلبات، جاذرنج بجمعها، فانا بجمع المتطلبات الخاصه بالداتا. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انه المجال ده يحل مشكله معينه، وبرضه مش شرط مشكله يكون بيحل مثلا بيشوف تحديات الحاجات اللي ممكن تواجهنا وكذا. فانا لازم يكون عندي مشكله، او لازم يكون عندي تحدي انا بحاول ان انا احله من خلال دي. في المرحله دي انا ببدا اشوف ايه هي المشكله، ايه هي البروبلم، او ايه هي الحاجه اللي انا محتاج ان انا احلها او اشتغل عليها. فهنا انا في الخطوه دي
انا بشوف او بديفاين البروبلم، ايه المشكله اللي بتواجه البيزنس. لازم اكون فاهم ايه المشكله اللي بتواجه البيزنس بتاعي عشان ابدا ان انا اشتغل عليها بشكل مظبوط وبشكل صحيح. اوكي. طيب في المرحله دي او في النقطه دي برضو، لا هو الصوت تمام. الصوت عنده فيه مشكله؟ ممكن نسويتش النتورك او الامور تبقى كويسه. الصوت شغال عادي، مفيش أي مشكلة. اه كده الصوت تمام اعتقد يعني. لو حد عنده مشكله في الصوت يطلع ويدخل تاني عادي. هي محتاجة تطلع المفروض تعمل جوين. اوكي. طيب خلونا نكمل. اول حاجه او اول خطوه ان احنا بنشوف ايه المشكله اللي بتواجه البيزنس بتاعنا. فلازم نعرف نحط ايدنا كده بشكل يعني بشكل واضح جدا، بشكل ديتيلد على المشكله اللي بتواجه البيزنس. طيب لما نعرف مثلا ايه المشكله اللي بتواجه البيزنس، فده هيساعدني بشكل دقيق وبشكل مظبوط بشكل علمي وممنهج ان احنا نبدا نشتغل على الداتا او على البيانات اللي هتساعدنا ان احنا نحل المشكله دي. طيب تعال بقى نتكلم بالبلدي كده بالراحه. لو مثلا البيزنس او صاحب الشركه اللي انا شغال فيها از داتا اناليست جه يقول لي والله انا محتاج اعرف هل مبيعاتي بتزيد او بتقل اخر 3 سنين ولا لا. قال لي كده عايز اعرف هل انا بكسب ولا بخسر اخر 3 سنين. فبالتالي هو سالني سؤال محدد جدا وسالني سؤال يشكر عليه، بيقول لي هل عايز اعرف هل مبيعاتي بتزيد ولا بتقل اخر 3 سنين. فبالتالي لو انا الداتا اللي موجوده عندي او لو انا مثلا الداتا اللي قدامي فيها مثلا 100 عمود، هل انا هكون محتاج اشتغل على 100 عمود ولا لا؟ ده سؤال. طيب لا. ليه بقى لا؟ جميل، هتشتغل حلو بس حلو قوي على السؤال. الأعمدة اللي هم آه، اللي فيها معلومات أو فيها داتا عن المبيعات بس. مظبوط، حلو جدا حلو جدا. يبقى انا مثلا لو عندي 100 عمود، دلوقتي كون ان انا فهمت المشكله كويس او فهمت ايه هو المشكله اللي بتواجه البيزنس، ده هيساعدني ان انا بدل ما اشتغل على بيج اماونت اوف داتا، لا انا بشتغل على ديتيلد داتا او داتا محدده هي هتديني المعلومه. فوالله هشتغل مثلا على العمود بتاع ال الوقت اللي هو بتاع الديت مثلا بتاع السنه، والعمود بتاع المبيعات. فعادي بكل بساطه هعمل كومباريزن ما بين العمود السنه ومبيعاتها بكل بساطه، فهبقى عارف هل انا كسبت ولا خسرت. طيب تاني حاجه ان انا بعمل كوليكشن او بعمل كوليكشن للداتا اللي موجود عندي، يعني ببدا اجمع البيانات اللي موجوده عندي. دي طبعا منطقيه، انا اول حاجه عرفت ايه المشكله، بعد كده لازم عشان احلها لازم اجيب الداتا، فبعمل داتا كوليكشن. الداتا كوليكشن دي ممكن ان انا اكون مسؤول عنها على حسب طبعا البيزنس بتاع الشركه اللي انت هتشتغل فيها، ولكن في اغلب الشركات الكبيره عامه بيكون في شخص اسمه داتا انجينير هو مسؤول عن الداتا بيس او مسؤول عن الكوليكشن بتاع الداتا والستورنج والحاجات دي كلها. ولكن حتى لو احنا هنبقى مسؤولين عنها فاحنا في الكورس هنتكلم اس كيو ال او سيكوال عشان برضه نكون قادرين نجيب الداتا من المصدر بتاعها. وطبعا اغلب الشركات حاليا عندها داتا بيس تخزن فيها الداتا، فطبعا التول الاساسيه او المصدر الاساسي تخزين الداتا هو الداتا بيس. طيب بعد ما بنجيب الداتا بعد كده بنعمل كليننج. يعني انا خلاص جبت الداتا اللي موجوده عندي، بعد كده هبدا ان انا اعمل لها كليننج. يعني مثلا عندي داتا مثلا 10 اعمده، فال10 اعمده دول من المحتمل بشكل كبير جدا ان يكون فيهم مشاكل، يكون فيهم مثلا اخطاء، يكون فيهم مثلا طب تعالوا بقى ندردش مع بعض. يعني ايه ممكن تكون الاخطاء اللي موجوده في الداتا، او ايه الحاجات اللي المفروض نعمل لها كليننج مثلا. ايه طب أنا ممكن بس يكون. عايزة أسأل سؤال لو بعد إذنك. اتفضلي. ألو. اتفضلي. دلوقتي أنا عايزة أعرف إحنا الدكتور اللي بيكشف على المشكلة، ولا المشكلة بتجيلنا وإحنا بنعالجها؟ يعني إحنا بنبقى في مرحلة الكشف ولا في مرحلة المعالجة؟ لا هي المشكله انا ممكن ان انا اطلع بمشكله. يعني المشكله دي انا ممكن تبقى او يبقى عندي مثلا مشكله فاروح انا اعالجها أه. فاطلع بمشكله ثانيه. او ممكن انه ما يكونش في مشكله، ما هو احنا قلنا هي مش شرط تكون مشاكل، ممكن تكون تحديات. مثلا ممكن الداتا وشوف ايه المشاكل اللي فيها، فوقتها انا اللي هكون مسؤول عن
ان انا اشوف المشاكل او اشوف التحدي او اشوف الاخطاء او الحاجات دي كلها. فاهماني؟ ايوه، مثلا اخطاء ممكن يكون مثلا عنوان بتاع عملاء اتغير وبقى فيه عنوانين لنفس العميل، او ممكن مثلا رقم تليفون ورقم تليفون اتقفل وانا ما عنديش بديل. دي مثلا من اخطاء الداتا اللي ممكن تبقى موجودة. مظبوط، كلامك صح. بس مظبوط. دي ما اعتقدش ان هي يعني تخص او تبقى بالنسبه لراجل الداتا اناليسس مسؤوليته. هو مسؤوليه الراجل ده ان هو يكلين الداتا ويفيجوالايز ويريبورت اف اني ايشو ممكن تحصل في البرفورمانس بتاع الاوبريشن اللي بيقيسها او سيفر الشانل اللي هو شغال عليها. هو بيحلل الداتا اللي موجوده، الداتا دي هو عمل لها فاليديشن او الفاليديشن بتاعها، دي مش مسؤوليته. هو مسؤوليته ان هو ياخد الداتا دي ويطلع منها الانسايتس اللي البيزنس محتاجها. ما هو الداتا دي ممكن يكون فيها مشكله، المشكله دي ان انا ممكن انا استكشف المشكله دي، هي مش من الرول بتاعتي ان انا اعمل فاليديشن او اشوف كده، ولكن ممكن يكون في مشكله هي سببها انه في مشكله في الفاليديشن، او في مشكله مثلا، او في عميل مثلا ليه عنوانين، او في دوبليكيتد فاليوز موجوده. فدي حاجات انا بستكشفها من الداتا، ولكن انا مش لا، المسؤول عنها يعني، هي مش بس يا دكتور هي بس يا دكتور متلخبطه بين حاجتين. يعني بتقول لحضرتك هل احنا دورنا ان احنا بنظهر المشكله ولا بنعالج المشكله؟ فردا على السؤال ده لو سمحت لي، احنا بنحلل الداتا كلها علشان نظهر المشاكل او التحديات زي ما سعادتك قلت، وبناء بقى على المشاكل اللي حضرتك ظهرتيها او النقط المهمه اللي انت ظهرتيها من تحليل البيانات، الاداره هي اللي بتاخد القرار بعلاج المشكله. مظبوط. مظبوط، حلو جدا، كنا جايين في النقطه دي، بس حلو جدا ان احنا قلنا. في ناس بتقول الفراغات اللي هو البلانك، يعني في قيم فاضيه. دوبليكيتد، في قيم متكرره، دي كلها حاجات طبعا هنتعرض ليها في الشغل، يعني في الاكزامبلز. نون فاليو اللي هي الفراغات او القيم الفاضيه. دوبليكيتد، بلانك، نفس الفكره. داتا بروبلمز، مشاكل في الداتا، في الانسيرت بتاعها وهكذا. الفورمات، انواع البيانات، مظبوط، دي كلها مشاكل بتواجهنا بشكل كتير جدا لما نيجي نتعامل مع الداتا. ففي مثل كده بيقول لك ان جاربج ان جاربج اوت، يعني القمامه او سوري الزباله، يعني لو دخلت حاجه مش مظبوطه هتطلع لك حاجه مش مظبوطه. فبالتالي الداتا كلين تبقى مرحله مهمه جدا بالنسبه لنا، في ان احنا نظبط الداتا اللي موجوده عندنا بشكل مظبوط عشان نبدا نطلع ناتج مظبوط، يعني نظبط بروسيسنج صح عشان نطلع باكشنز او بانسايتس مظبوط. بعد كده كمان الفورمات يا دكتور، من ضمن الحاجات المهمة في المشاكل اللي ظهرنا في الداتا. الفورماتنج نفسه سواء الديت او النمبر او الديسيمالز او الحاجات دي من اكبر المشاكل اللي ممكن تليد اصلا لحاجات، لمشاكل كبيره في الداتا، زي ان هو ما يعملش صم على الكولم بسبب ان الداتا دي فيها ان ايه مثلا، او الديسيمالز بتاعها مش مظبوط، او هي قرايه تكست مش نمبر. مظبوط. مظبوط، كلامك صح. حلو، بعد كده هندخل بقى على ايه؟ على الداتا اناليسيس. المرحله ايه؟ المرحله دي اللي احنا بقى بنبدا نجاوب فيها، او بنبدا بقى نستخدم الفيجوال او الريبورتنج ان احنا نجاوب على الاسئله او البروبلمز او الريكويرمنتس اللي كانت متحدده فين في اول ستيب خالص، او ان احنا لو وجدنا احنا بعض المشاكل فاحنا ممكن ان احنا نفيجوال ده او نعرضها باستخدام الشارتس بقى، او باستخدام التولز اللي احنا يعني على حسب كل شخص هيستخدم اي tool. بعد كده بندخل في المرحله الخاصه بالداتا انتربريتيشن. دي المرحله اللي احنا بنبدا فيها نكوميونيكيت او نبدا نتواصل مع البيزنس، بحيث ان احنا نشرح له او نفهمه او نفسر له المشكله دي سببها ايه، او المشكله دي احنا وجدنا ايه من الداتا، او لقينا ان احنا مثلا بنكسب او بنخسر. فوقتها احنا بنعمل برزنتيشن او بنعمل كوميونيكيشن مع البيزنس، بحيث ان احنا نوصل له هل في مشكله او ايه اللي احنا طلعنا بيه من الداتا اللي موجوده عندنا. في المرحله دي بقى احنا بناخد فيدباك من ايه، من الكاستمر او من الشركه عندنا. فبالتالي هنا لو الفيدباك ده كان كويس، انه اوكي ده الحاجه اللي احنا محتاجينها وكل حاجه بالنسبه لنا دايناميك ومظبوطه، بندخل في المرحله اللي بعدها، اللي هي خلاص بنعمل فيجواليزيشن او فاينل ريبورت او داشبورد كامل. ممكن طبعا يكون ستاتيك او دايناميك. ستاتيك يعني حاجه ثابته، هي ستاتيك على مجموعه داتا معينه ما بتتغيرش يعني. او دايناميك يعني الداتا بتتغير، فانا محتاج انه كل ما الداتا تتغير يكون في الريبورت ده بيتغير يعني، او بينتراكت معايا. لو في المرحله دي اللي هي الانتربريتيشن في حاجه مثلا ناقصه او في فيدباك مش مظبوط، بنبدا من الاول بقى تاني نجيب الكولكشن لو ما كناش جمعنا الداتا اللي هم محتاجينها تاني، ونعمل كليننج وهكذا. ففي المرحله دي بيكون في انتراكشن مع البيزنس، وبيزد عليها بقى يا اما بندخل في الفاينل ريبورتنج، او بنعدل او بنابديت في اي حاجه
من الستبس اللي كانت قبل كده. اه لايك لايف داشبورد مظبوط حلو. طيب حد عنده اي استفسارات، اي حاجه في اللي احنا قلناه في السلايد دي او في البروسيس عامه؟ استاذه شهد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام لو ورحمه الله سمحت، وبركاته. دلوقتي أنا هحلل البيانات صح؟ طب هل اوكي. أنا هيكون عندي الخبرة إن أنا أحدد إيه البيانات اللي أنا عايزاها من القسم ده؟ يعني تحليل بيانات ده، معلش سوري، تحليل البيانات ده بيكون يعني مثلا أنا في الجزء ده في المصنع مثلا أو في المحاسبة أو مطلوب مني إن أحلل هل هيكون عندي الخبرة إن أنا أحدد أنا عايزة إيه عشان أحلله؟ ما هو انت عايزه ايه دي البيزنس اللي بيحددها مش انت. البيزنس بيحدد لك، بيقول أكيد. لك انا عندي مشكله في كذا، عايز اعرف انا بكسب ولا بخسر، عايز اعرف انا المنتجات بتاعتي بتزيد ولا بتقل، طب بتتاثر مثلا بعامل كذا او كذا. دي كلها حاجات ديفاين. عشان كده مهم بالنسبه لنا نكون عارفين، او الداتا ريكويرمنت جاذرنج دي هي من اهم الستبس في البروسيس نفسها. ان انا لازم اكون عارف كويس ايه المشكله اللي انا رايح احلها، او المشكله اللي انا بعالجها. فاهماني؟ يعني انا هيكون عندي خبره ان احدد انا يعني طب افرض لو جات لي بيانات وناقصه مثلا، او الموظف ده اداني بيانات ومش هيدي، مش هو ده كل المطلوب، او اداني بيانات زياده، انا هقدر احدد ده كفايه او ناقص او زياده؟ اكيد طبعا تقدري تحددي. ما هو هي دي الرول بتاعتك. ما هو احنا بالتطبيق بقى وبالشغل اللي انت بتشتغليه فهو وقتها بيبان الشطاره بقى، مين قادر يعمل ده ومين مش قادر يعمل ده. يعني هو ممكن تمام. يبقى يجيب لك بيانات زياده فمش محتاجاها فبتشيليها. يجيب لك مثلا تمام. بيانات ناقصه فوالله الداتا مش كامله عندك فمحتاج اجيبها، وهكذا. تمام. تمام. اوكي. باشمهندس، هو احنا قلنا ان الداتا فيجواليزيشن دي اللي هي مرحله عرض البيانات. المرحله اللي مظبوط. قبلها اللي هي الانتربريتيشن دي بقى تاني كده، احنا ايه المفروض بنعمل ايه في المرحله دي؟ هقول لك المرحله دي احنا بنبدا. بص احنا هنمشيها كده من اول هنا. في المرحله دي احنا في المرحله بتاعت الداتا اناليسيس دي بنبدا نجاوب على الاسئله الخاصه بايه، الخاصه بالريكويرمنت. يعني بنجاوب على المشكله. يعني مثلا ال الشركه هتقول لك انا عندي مثلا مشكله في قسم السيلز، وفي المنتج مثلا رقم اكس، في المنتج رقم واي مثلا. فانت خلاص بقى بتظبط الداتا وبتبدا تعمل اناليسيس، بتشوف المشكله دي مثلا ناتجه عن ايه. فبتعمل فيجوال، يعني بتعمل مثلا شارتس وتشوف هل المبيعات بتزيد ولا بتقل. طب هل عدد القطع بيزيد ولا بيقل على مدار السنة؟ طب هل مثلا عدد القطع أو المبيعات بتتأثر بحاجة معينة؟ فبتشوف ده في المرحلة دي. بعد كده بتعرض بقى الناتج على الشركة. فالانتربريتيشن ده إن أنت بتفسر أو بتعرض اللي أنت طلعت بيه أو إجابات الأسئلة على الشركة. حلو كده؟ تمام يا باشمهندس. ايوه. حلو. في المرحلة دي بقى قلت لك إيه؟ قلت لك إن إحنا إيه؟ إن إحنا هنا ممكن تاخد فيدباك في المرحله دي بتاخد فيدباك من الشركه او من المكان اللي انت شغال فيه. فممكن يقول لك لا والله، طب ده مش اللي انا كنت محتاجه قوي، او محتاج ان انا تعديلات اكتر او تفسيرات اكتر، فوقتها بتزود ده على اللي قبل كده. لكن لو الفيدباك كويس بتبدا تدخل في المرحله اللي بعدها، انت تعمل فاينل داشبورد. خلاص بقى هو ده بيكون السورس بتاع الشركه نفسها، او ده السورس بتاع القسم او السي اي او، ان هو بيفيجوال او بيبص على الداتا او الاقسام اللي موجوده عنده على السيلز، الحاجات دي كلها. فخلاص هو طالما هو موجود فيه كل حاجه هو محتاجها او كل حاجه مظبوطه، خلاص انت بعدها بتدخل. يبقى كده الامور بالنسبه لك كلها مظبوطه وتمام. تمام. تمام ماشي. اوكي. طيب السلام لو عليكم. جينا بقى بص. طيب خلونا بس، طيب يعني نأجل الأسئلة شوية. يعني كل كام سلايد كده هقول لكم لو في أي أسئلة ممكن نقولها، عشان بس يعني نستفيد أكبر قدر من الاستفادة. احنا كده بصينا يعتبر على ايه، على البروسيس بشكل ايه، بشكل عام او بشكل مفصل برضه بس مش قوي. يعني مثلا في ناس هتبقى عايز تعرف ماشي اوكي انا برضه بعمل ايه في الداتا ريكويرمنت جاذرنج دي، برضه عايز اكون فاهم اكتر. فوقتها هنيجي هنا نبص على حاجات انا محتاج ان انا اكون عارفها، او حاجات انا محتاج ان انا اكون او تكون ديفايند بالنسبه لي. لو جيت ان انا اشتغل على بروجكت او اشتغل على ديتا معينه. ماشي. فهنا محتاج اكون عارف ايه، محتاج اول حاجه اكون عارف البيانات دي عباره عن ايه، معنى كل عمود فيها، الخصائص
الخاصه بالعمود نفسه. يعني مثلا ممكن عمود خاص مثلا بنوع منتج معين، فايه ايه الانواع اللي عندي. فبالتالي لما تعرف الانواع اللي عندك هتبقى عارف انه ما ينفعش يكون فيه حاجات تانية او انواع تانية. ايه مصدر البيانات، البيانات بتيجي منين، عشان تبقى عارف تختار. لما تعرف مصدرها او هي بتيجي منين، بتبقى تقدر تحدد وقتها ايه هو التول المناسبه للداتا او للمصدر بتاع البيانات. هل من المحتمل يكون في اخطاء في البيانات من المصدر؟ يعني مثلا ممكن يكون الناس اللي بتدخل البيانات او الداتا انتري هم بشر، والبشر طبعا كلنا بنغلط، ومفيش فاليديشن او مفيش مثلا كونسترينز على ان الناس دي بتدخل بيانات، فانت هتبقى عارف وقتها انه محتمل يجي لك اخطاء. ممكن لا يكون سيستم تاني عامل فاليديشن، عامل كونسترينز، فبالتالي الداتا هتجي لك مظبوطه بكل الحاجات موجوده فيها، فانت وقتها بتكون مؤهل او بتأهل نفسك للشغل على الداتا. هل البيانات دايناميك ولا لا؟ دايناميك يعني بتتغير، او هل بتتحدث بشكل مستمر ولا لا؟ ايه المشكله اللي بتواجهك، او ايه الحاجه اللي انت محتاج تحلها؟ هل واجهك اي مشكله مماثله للمشكله دي قبل كده؟ لو انت مثلا بتتعامل مع فريلانسر او بتتعامل مع شركه حتى، فممكن يقول لك ان انا مثلا من 3 سنين حصلت لي المشكله دي قبل كده. طب انا هستفيد ايه؟ هبدا اشوف بقى من 3 سنين كانت ايه العوامل اللي بتاثر على المشكله دي، ودلوقتي يعني هي موجوده ولا لا. او ممكن ارجع لشخص كان مسؤول، او هم مثلا ازاي حلوا المشكله دي. فدي كلها حاجات بتساعدني انا كاناليست ان انا اوصل لناتج مظبوط، وان انا احل المشكله بشكل صح يعني. هل المشكله دي شائعه في المجال ولا لا؟ ممكن يكون في مجالات معينه في مشكله بتتكرر بشكل مستمر، فلو هي بتتكرر فانا اروح اعمل سيرش وادور. يعني دايما سكيل من السكيلز الخاصه بالداتا اناليست ان هو شغوف وبيدور على حل المشاكل، بيسيرش مش مجرد بيقف عند نقطه معينه. هل مشكله شائعه ولا لا؟ اوكي، ايه هي الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتور؟ ايه هي المعايير الخاصه بالمجال ده او بالداتا، او الحاجات اللي هو عايز يعرف هل هي اتحققت ولا لا؟ الديدلاين الخاص بالمشروع. فدي كلها حاجه بتبقى انت محتاج تعرفها في الستيب الخاصه بالريكوايرمنت عشان تبقى ماشي صح من الاول. يعني مثلا ممكن يكون الداتا بتتغير او بتابديت بشكل مستمر، فلو انت ما كنتش عارف كده هتروح مثلا تشتغل على طول هي ما فيش فيها الفيتشر الخاص بالابديت بتاع الداتا، فانت هتبقى كل مره بتعمل الحاجه بايدك بقى، فدي هتبقى مشكله. ممكن تبقى الداتا محتاجه يتعمل لها ريفرش كل مثلا 5 دقائق، فتروح انت تختار اداه اقل مينيمم تايم في الريفرش ربع ساعه. فبالتالي لا، انت كده اخترت حاجه غلط. فبالتالي لما تبقى فاهم الداتا بشكل كويس وفاهم المشكله اللي بتواجه البيزنس، هيبقى سهل بالنسبه لك تبقى ماشي صح من البدايه. دي برضو الداتا كليننج، المشاكل اللي بتكون موجوده فيها زي ما انتم معظمكم قال نفس الفكره بالظبط، ان هو هنا الديليتنج كولومز مش مهمه، الدوبليكيتد داتا كونفرجن، ان انا بحول البيانات، هاندلنج ميسنج فاليو، اوت لايرز او اللي هي القيم الشاذه، وهكذا. طيب، دي هنا برضو فكره ايه، فكره ان انا هنا لما كنا بنتكلم على الجزء الخاص بالديتا اناليسيس عشان برضو تكونوا فاهمين، انا هنا قلت لكم ان احنا بنجاوب على الاسئله بتاعت البيزنس. طب بنجاوب عنها ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل حاجه اسمها اي دي اي، اكسبلاناتوري داتا اناليسيس، ان احنا بنكسبلور الداتا او بنستكشفها عن طريق ان احنا بنحول الداتا زي ما انتم شايفين كده، التيبلز اهو نحولها لتشارتس او الى فيجوال، هيبقى سهل بالنسبه لنا ان احنا نفهمها ونشوف المشاكل اللي احنا محتاجين نعالجها. طيب، المفروض نقارن البيانات بتاعتي تكون اكسل ولا قاعدة بيانات تانية؟ على حسب قاعدة البيانات دي، على حسب البيزنس، على حسب الشركة بتبقى ماشية ازاي. كل شركة ليها الطريقة بتاعتها. في ناس بتخزن في سيكوال سيرفر، ناس بتخزن في سيرفر، ناس بتخزن في اوراكل، في اكسس، كل واحد على حسب الشركة بتاعته او على حسب الشركة اللي هيشتغل فيها. مش شرط اكسل كل شركة ليها طريقة استخراج الداتا، مظبوط، كل شركة ليها طريقة استخراج الداتا، مظبوط. نسلي وشباب شركة طوال المساحية من البيانات. اوكي. طيب، تعالوا بقى ناخد البروسيس دي او الامثله دي نطبقها على ايه؟ نطبقها على كيس ستادي او مثال حقيقي عشان نبدا ايه، ان احنا نفهم برضه بشكل افضل وبشكل احسن. فاحنا هنا تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه المشكله هنا بيقول لك ان انا عندي ريتيل كومباني، يعني شركه بيع بالتجزئه. محتاجين ان هم يفهموا او ياندرستاند الكاستمر بيرتشيسنج بيهيفير، ماشي، ويعرفوا الفاكتورز او العوامل اللي بتاثر على المبيعات. فانا كده عندي مشكله ان في شركه معينه، شركه مثلا مبيعات بتبيع بالتجزئه، محتاجه انها تعرف او تفهم
ايه هي العوامل، ماشي، العوامل اللي بتاثر على ان العميل يشتري ولا لا، والعوامل اللي بتاثر على المبيعات. طيب هسالكوا سؤال، هل البروبلم دي هي ديفاين، يعني هل هي واضحه بشكل دقيق جدا وهقدر ان انا اشتغل عليها؟ ما اعتقدش يا باشمهندس ان هي واضحه بشكل كويس. مظبوط، حلو جدا. مش واضحه بشكل كويس لان بالتالي البروبلم نفسها مش محدده قوي. يعني مثلا لو جينا نبص على السكرين اللي كانت موجوده قبل كده، فهيبقى سهل بالنسبه، هيبقى دي كده هيبقى سهل بالنسبه لنا ان احنا ايه، ان احنا نعرف الحاجات دي كلها. لو واضحه بالنسبه لي هيبقى انا كده اوكي، حددت المشكله بشكل مظبوط وبشكل واضح وبشكل تمام. لكن لو الحاجات دي كلها مش واضحه، او الحاجات دي لو كلها مش مظبوطه او مش ديفايند بالنسبه لي، هيبقى برضو البروبلم او الحاجه اللي انا هشتغل عليها مش واضحه قوي، ومش قادر ان انا برضو اتعامل بشكل مظبوط. فالبروبلم دي مش، اول حاجه، اول تعليق اهو، ان هي مش ديفايند او مش محدده بشكل مظبوط. الجدول بتاع الداتا ان انا خلاص بقى ببدا اجيب الداتا من اي سورس بتاعها، زي ما بقول لكم على حسب الشركه اللي انتم بتكونوا شغالين فيها، فممكن وات ايفر الطريقه اللي بيخزنوا بيها الداتا. بعد كده بنعمل حاجه اسمها اكسبلوراتوري داتا اناليسيس او الاي دي اي، ان انا هنا ببدا اكسبلور الداتا، يعني ببدا استكشف البيانات اللي موجوده عندي عن طريق ان انا بعمل بستخدم الستاتستكس، بستخدم مثلا الفيجوالز، بشوف التشارتس اللي انا ببدا ان انا استخدمها، بشوف المهارات بتاعتي في الريبورتنج وفي في الفيجواليزيشن. بشوف حاجه اسمها باترن. عارفين يعني ايه باترن؟ حد فيكم عارف يعني ايه باترن؟ اه باترن اللي هو شكل متكرر او حاجة بتتكرر بشكل معين. حلو، النمط حلو قوي، بتاع اي بالظبط، النمط. جميل. طيب لو انا عرفت الباترن هستفيد ايه؟ الباترن. اول حاجه هتاخدني ان انا هروح بالظبط الاكزاكتلي الروت كود بتاع المشكله. حلو. طب هل الباترن دايما هيوديني المشكله؟ الباترن ممكن يوديني المشكله، وممكن يوديني لروت كود، وممكن يوديني لديفرنت سوليوشن للمشكله نفسها. لو انا عرفت الباترن نفسه عامل ازاي، زي مثلا ان كل العملاء بتيجي مثلا في شهر مارس تشتري اكتر، فانا هاجي مثلا قبل شهر مارس عشان خاطر انا عارف ان الباترن ده بيخلي العملاء تشتري اكتر عشان عيد الام وموسم، فانا هاجي مثلا في شهر اتنين او شهر واحد ابيلد ستوك عشان اقدر اسيرف على دخلة مارس. فالنمط الشراء نفسه، السيزوناليتي بتاعته او النمط الباترن بتاعه هو اللي هيخليني اقدر اخد رايت ديسيجن في الرايت تايم. رائع، حلو جدا، جميل قوي. فبالتالي الباترن ده ممكن يساعدني ان انا اشوف مشكله، او اشوف مثلا اوبورتيونيتي ان انا ازود حاجه معينه، فما اقعش في مشكله. ممكن الباترن ده يكون حاجه ايجابيه برضه، يعني ممكن يكون ان انا مثلا في فتره من الفترات دايما، مثلا كل شهر 5 من كل سنه مبيعاتي بتزيد، فبالتالي برضه دي مش مشكله بقى، دي يعني دي حاجه كويسه. بالتالي الباترن نفسه بيؤدي الى حاجات مختلفه، مش شرط دايما يكون مشكله، ممكن يكون فرصه، ممكن يكون حاجه ايجابيه، او حاجه ممكن ان انا استفيد منها برضه. السيزوناليتي هو الجزء الخاص بايه؟ بالمواسم، فكل بزنس بيكون ليه مواسم، فبالتالي بنشوف السيزوناليتي الخاص بكل موسم. الكورليشن بتوين فاريبلز، يعني ايه كورليشن بتوين فاريبلز؟ مظبوط، حاجه هي زي كورليشن. كورليشن بتوين فاريبلز دي معناها ايه وممكن نستفيد منها بايه؟ نعم. الكورليشن بتوين فاريبلز دي معناها ايه وممكن نستفيد منها بايه؟ هو انا شايف ان انا ببدا يعني ان انا اسال نفسي اسئله بناء على ال الارقام اللي عندي، واشوف سبب الرقم ده جه ازاي او ايه العوامل المؤثره عليه. فابدا ان انا اعمل علاقات ما بين اشياء وبعضها عشان اطلع اجابه للسؤال ده. مظبوط، حلو جدا، جميل. وممكن برضو ان احنا ايه، لو جينا يعني نقسمها كده بالراحه. كورليشن يعني علاقات، او ريليشن دي جايه يعني علاقه بين فاريبلز. فاريبل يعني عمود، فاريبل ده هو مسمى للاعمده، ممكن اقول لك عمود او اقول لك كولوم او اقول لك فاريبل. فزي ما الباشمهندس قال، هو برضه زي ما احنا هنقول انه ايه، ان احنا بنشوف العلاقات ما بين الفاريبلز الموجوده عندي او ما بين الاعمده. فممكن مثلا اشوف هل المبيعات بتتاثر بعدد المنتجات ولا لا. فممكن الاقي ان في علاقه طرديه او ايجابيه، ان كل ما عدد المنتجات بيزيد كل ما مبيعاتي بتزيد، وهكذا. طب هل المبيعات كل ما تزيد البروفيت بتاعي بيزيد؟
مش شرط، ممكن المبيعات تبقى زياده ولكن انا برضو ما بحققش هامش الربح او البروفيت بتاعي وهكذا. فبشوف العلاقات ما بين الداتا اللي عندي، كل ده في المرحله الخاصه بالاناليسيز او بالاي دي اي، الاكسبلاناتوري داتا اناليسيس. بعد كده بعمل انتربريتيشن، ببدا بقى اعرض ده على انالايز الاوتبوت فروم ذا داتا اناليسيس، ببدا اعمل له احلله وابدا اعرضه على البيزنس وهكذا، واشوف لو في فيدباك او في اي حاجه اقدر ان انا اعدلها او اضيفها. دي شكل مختلف للبروسيس، عشان برضو يعني ممكن تلاقوا مثلا في موقع ان هو حاط لكم البروسيس 5، انا مثلا كنت كاتبها في الاول 6، فليه هو كان كاتبها 6 وهنا 5؟ هي نفس الكونسبت بالظبط، نفس الكومبوننت بس مختصر. فهنا ديفاين ديت محتاج اللي هو البروبلم او ريكويرمنت جاذرنج، هنا بتعمل كوليكشن، هنا بتعمل كليننج، هنا بتعمل اي دي اي او اناليسيس، وهنا بتعمل انتربريتيشن وبتابلاي الريزلت. نفس الفكره هنا 6 ستيبس، هتلاقي مسميات مختلفه بس هم بيحتووا على نفس الميجر او نفس الجول. يعني بتسال السؤال او اللي هو في المشكله، تبدا تجيب الداتا، تعمل كوليكشن وستورنج، بعد كده بتعمل بروسيس، تعمل كليننج، انالايز، بتشوف الباترن ريليشن شيب والترند، والشير بتشير ده بقى مع الاودينس بتوعك اللي هو الانتربريتيشن، وتاكد بقى اللي هو انت خلاص بتاخد قرار او بتاخد قرار وبتطبق الريزلت اللي طالع من الداتا دي. طيب لو جينا نبص بقى مع بعض على على السلايد دي، هنلاقي ان احنا عندنا هنا، التايبس او انواع تحليل البيانات. فبالتالي تحليل البيانات او تحليل البيانات مش نوع واحد بس، هو 4 انواع، وكل نوع مهم في النقطه بتاعته. طيب عايز اسالكم سؤال، ايه اللي انتم ملاحظينه من الشارت اللي قدامكم ده؟ تاني لو سمحت. ايه اللي انتم ملاحظينه من الشارت اللي قدامكم ده؟ الشورت اللي قدامنا ده زي ما انا شايف ان هو بيتكلم عن الميتريكس بتاعت البريوريتيز، الشبه الميتريكس بتاعت البريوريتيز اللي هي الليس والاكثر فاليو. يعني مثلا الديسكريبتيف اناليسيس دي موجوده في النهايه في اقل حاجه اللي هي خاصه بالفاليو، او ان هي ممكن تضيف فاليو للبيزنس. هنس ان الداينستيك اناليسيس ده بيبقى داخل في مور كومبلكسيتي وبيزود فاليو اكتر. البريدكتيف والبرسبكتيف اناليسيس ده اعلى حاجه في الكومبلكسيتي واعلى حاجه في الفاليو اللي بيضيفها للشركه. جميل، حلو قوي. فلو جينا برضه نتكلم انا اعتقد بس لو ممكن تكون هنا الرسم البياني بيوضح ان في علاقه طرديه بين الادد فاليو والكونتريبيوشن اللي موجود وبين الكومبلكسيتي. طبعا بنديها بشكل تدريجي، اللي هو مثلا descriptive analytics، diagnostic مثلا، predictive والprescriptive. يعني واخدها تدرج في الكومبلكسيتي وعلاقه طرديه بينها وبين الادنج فاليو والكونتريبيوشن بتاعتها. يعني ده اللي انا شايفه في التحليل مظبوط، البياني اللي نفس موجود. الباشمهندس قوي يعني، مظبوط، حلو جدا. نفس برضه الكلام اللي اتقال هو هنا بكل بساطه عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا هنا انواع البيانات او الداتا اناليسيس تايبس، انواع تحليل البيانات. هتلاحظوا هنا كل ما الكومبلكسيتي بتزيد، كل ما الصعوبه بتاعه المجال ده تزيد، او كل ما السكيلز او صعوبه السكيلز المطلوبه في المجال ده بتزيد. فهو على الاكس اكسس او محور سين، الادد فاليو القيمه المضافه للبيزنس بتزيد. فهتلاحظوا هنا كل ما الكومبلكسيتي زاد، كل ما القيمه المضافه زادت للبيزنس، او بقيت انا باثر بشكل افيشنت او افكتيف في البيزنس بتاعي. طيب عندي 4 انواع. اول نوع هو الديسكريبتيف اللي هو الوصفي، من اسمه كده ديسكريبتيف اناليتكس، ان انا بقدر اوصف الداتا اللي عندي، بعمل تشارتس، بعمل كالكوليشنز، بعمل ريبورتنج وهكذا. بعد كده دايجنوستيك يعني تشخيص، فانا عندي مشكله، ممكن يكون في مشكله هنا او في اوبورتيونيتي، فابدا ان انا اشخصها. وطبعا بعرف ان انا اشخص الداتا او بشخص المشكله لو انا عندي اكسبيرينس في البيزنس ده. يعني مثلا لو لقيت ان انا مثلا بخسر او في منتج معين بيخسرني، لو انا فاهم في البيزنس او فاهم في التجاره دي او في الفيلد ده، هبقى قادر ان انا ادايجنوز او ابدا ان انا اشخص اقول والله المشكله دي هي سببها كذا وكذا وكذا، او ممكن تكون ناتجه عن كذا وكذا وكذا. دي بقى شغل بيزنس اكتر، او ده شغل مايند سيت بيزنس اكتر يعني. من اول بقى البريدكتيف دي، من اول البريدكتيف انا كده دخلت في الجزء الخاص بالاي اي. يعني دخلت كده في الجزء الخاص بان انا بريدكت يعني توقع. فببقى كده دخلت في الجزء بتاع الاي اي والماشين ليرنينج وهكذا، فببدا اتوقع ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، او بيست على اللي حصل ان انا مثلا مبيعاتي بتقل مثلا اخر سنتين. طب عايز اعرف كمان سنتين مبيعاتي هتقل ولا هتزيد.
فببدا استخدم مودلز او اي مودلز تساعدني ان انا ابريدكت ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. طيب البريسكريبتيف اناليتكس ان انا بحط سيناريوز، والله انا ممكن ان انا اكسب، فلو كسبت ايه اللي انا هبقى مستعد ليه، او بحط اي بي تيستنج كده او اي بي بلانز كده، يعني بعمل بلانز عشان تبقى ابقى جاهز لاي حدث. لو انا مثلا خسرت فهعمل ايه، لو الاي اي مثلا او اتوقع ان هو انا هخسر فهعمل ايه، لو كسبت او ده كان عكس البريدكشن او اللي انا متوقعه فهعمل ايه. فبالتالي احنا شغلنا اكتر كداتا اناليست بيكون في الجزئين دول، جزء الديسكريبتيف وجزء الدايجنوستيك، نبقى قادرين ندسكرايب الداتا بشكل كويس جدا ونفسرها ونوضحها، وكمان نعمل لها دايجنوستيك او نشخصها واحده واحده بقى بالفيلم الخاص بالبيزنس، الخاص بالكي بي ايز، الخاص بالشركه نفسها. ده كله بيبقى سهل وبسيط بالنسبه لنا يعني. طيب بعد كده هنبص على الداتا اناليست كومن ريسبونسبيلتيز، او ايه هي الريسبونسبيلتي او المهام اللي مطلوبه منك كداتا اناليست. اول حاجه لازم تكون تعمل ريبورت برودكشن، او تعمل ريبورتس او داشبورد بشكل كويس جدا، بشكل efficient، تبقى فاهم فيها او حاطط في اعتبارك حاجات كتيره جدا، اهمها البيزنس بيدور على ايه، اهمها الديزاين الخاص بالداشبورد، حل المشكله، السمبلسيتي بتاع الداشبوردز، الحاجات دي كلها بتبقى مهمه. الباترن ريكوجنيشن، بتشوف الباترن او الانماط زي ما انتم قلتوا كلكم عرفتوا الباترن بشكل مظبوط وبشكل كويس جدا، تعمل ريكوجنيشن للباترن، لان الباترن ده زي ما قلنا بيؤدي ايه او بيوصلك لا اما لمشكله، فالمشكله دي خلاص انت حطيت ايدك عليها فهتحلها فهتتجنبها، او الى اوبورتيونيتي كويسه ان انت تعالجها او تشتغل عليها، او الى مكسب، او الى في باترن بيكسبني. فدي بتبقى حاجه مهمه جدا كداتا اناليست ليك يعني. الداتا كولكشن اند ادمنستريشن دي برضو حاجه مهمه، ان انت تبقى قادر تعمل كولكشن للداتا وتبدا تاكسس الداتا اللي موجوده في الداتا بيز، تشتغل عليها وهكذا. ومن الحاجات المهمه جدا برضو كمان الكولابوريشن، او ان انت بتبدا تعمل كولابوريشن او تعاون بينك وما بين ايه، وما بين الديبارتمنتس اللي موجوده في الشركه اللي موجوده عندك، بحيث ان انت تستفيد. او انت ممكن تكون مثلا في الشركه انت الداتا اناليست بس الوحيد اللي موجود في الشركه، فعندك مشكله في قسم السيلز، مشكله في قسم الاتش ار، مشكله في قسم مثلا الماركتنج، فانت اللي بتحل كل ده. فبالتالي لازم يكون الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك كويسه ومظبوطه، وقادر تتواصل، حتى كمان انت بتتواصل مع بيزنس، فبالتالي لازم تكون الكوميونيكيشن بتاعك كويس في شرح المعلومه، في تبسيطها، في فهم المشكله، في كل حاجه خاصه بالبيزنس يعني. طبعا دي بعض الايه الامثله عن الداشبوردز بقى، سواء بيكون دايناميك او ستاتيك، سواء مثلا باي تول، بالباور بي اي، بالاكسل، باللوكال ستوديو، بتابلو. دي كلها داشبوردز بتلخص الداتا وبتلخص البروبلمز الشائعه في البيزنس يعني. طيب دي بقى من اهم الحاجات برضو اللي احنا محتاجين نكون عارفينها، خاصه في بدايه الكورس او في بدايه المجال ده. ايه هو الفرق ما بين الداتا انجينير، ماشي، والداتا ساينتست والداتا اناليست، ماشي، عشان برضه مهم جدا نكون عارفين الفرق ما بين الحاجات دي. هتلاحظوا هنا ان اللي قدامنا ده هو البايب لاين، او هو المسار الخاص باي بروجكت فيه داتا، او الخاص باي اندستري هي شغاله في الداتا، او معتمده في البيزنس بتاعها على الداتا. فلاحظ ان احنا عندنا هنا 5 ستيبس: كولكشن، كليننج، اي دي اي، موديل بيلدينج، موديل ديبلويمنت. ولاحظ ان هم متقسمين تحت كده، كل ستيب او كل عدد من الستبس مسؤول عنه شخص معين. فالكوليكشن اللي هو اللي احنا عارفين طبعا معناه ان احنا بنجمع الداتا، والكليننج مسؤول عنهم شخص اسمه الداتا انجينير، ده بيكون كل مسؤولياته ان هو بيستور الداتا في الداتابيس وبيجيبها من الاذر سورسز، بيخزنها في مصدر واحد بس. نلاحظ ان هنا عندنا الداتا اناليست بيعمل كليننج واي دي اي. طب اسالكم سؤال، ليه الكليننج هنا مشترك ما بين التو تايتلز دول؟ يعني هل ده معناه ان الداتا انجينير هيديني داتا مش مظبوطه او الداتا مش متظبطه، ولا ايه رايكم؟ هو احنا زي ما قلنا في اول المحاضره ان لما هاجي اعمل اناليسز على اي داتا لازم اعمل لها كليننج الاول، احدد انا محتاج ايه، ايه المشكله اللي عندي اللي انا داخل احلها، فبناء عليها اعمل كلين الداتا. وكلين الداتا مش شرط ان انا اعمل فورمات واكسكلود الايرورز والدوبليكيتس، انا ممكن احدد بس انا محتاج ايه من الداتا دي عشان اقدر اعمل عليه الاناليسز بتاعي. حلو جدا، حلو جدا، حلو قوي. هو ده بالظبط اللي ايه اللي انا كنت هقوله. احنا هنا ده مش معناه ان انا كده ان انا، او اول حاجه مش معناه ان انا الداتا انجينير بيديني داتا مش مظبوطه.
تاني حاجه الكليننج هو بس مش ان انا بشيل ايرورز، لا، أنا ممكن ابسط الداتا، اعمل فيتشر اكستراكشن، ان انا ابدا ان انا استخرج مجموعه اعمده او مجموعه فيتشر او مجموعه معلومات من الداتا اللي موجوده عندي. فبالتالي انا كداتا اناليست الداتا بتجيلي مظبوطه كل حاجه، بس انا بكستمايز على حسب الحاجه اللي انا محتاجها او على حسب البروبلم اللي انا داخل احلها. يعني برضو ده هياكد عليه ان احنا في الاول خالص قلنا ان احنا عندنا، بدل ما افضل ارجع، عندنا الريكويرمنت جاذرنج، ان انا لو عندي 100 عمود فانا عرفت المشكله بتاعتي، خلاص انا الداتا انجينير هيديني السورس بتاع الداتا كامل، انا هاخد منه الحاجه اللي انا عايزها. والاي دي اي طبعا اتكلمنا عنه من شويه. بعد كده لو جينا برضه بصوا هنا، كنا هنا بنقول ايه في التايبس بتاعت الداتا اناليسيس؟ عندنا حاجه اسمها بريدكتيف اناليتكس. قلنا من اول هنا احنا بنتوقع ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. طب اللي هيعمل ده مين؟ اللي هيعمل ده هو المشين ليرنينج انجينير اللي هو شغال في الجزء ده. فهو بياخد الداتا خلاص، بيبدا يشوف يبني موديل او يشتغل على موديلز جاهزه. الموديل ده اللي هو مجموعه اكواد كده، او يعني حاجه للتبسيط خالص، شويه اكواد كده محطوطه في مكان معين، بتجيبها بتديها الداتا بتتعلم منها وبتدي لك ايه اللي ممكن يحصل، او بتتوقع نسب معينه او شويه احصائيات عن ايه ممكن يحصل في المستقبل. وحاجه اسمها بعد كده بنعمل موديل ديبلويمنت. موديل ديبلويمنت ده يعني ان انا على سبيل المثال شات جي بي تي، اعتقد معظمكم عارف. لو انا مثلا، انا كشخص، انا كمحمد مثلا، انا اللي عملت شات جي بي تي ده، وشات جي بي تي ده انا بس اللي استخدمته، هل كده هيكون هو ليه لازمه؟ هل هو كده هياد فاليو؟ اكيد لا، لان هي مش حاجه للعام، انت كده عاملها حاجه مظبوط، سبيشال حلو ليك انت جدا. بس. مظبوط، هي هتبقى مفيده ليا انا بس. فالموديل ديبلويمنت ده ان انا ببدا احط الموديل ده، او بفاينلايز بقى الستبس كلها او الفكره كلها. بحط مثلا والله الموديل ده اللي هو مثلا شات جي بي تي في موبايل ابلكيشن، فالناس كلها تستخدمه. فيبقى انا كده خلاص من البدايه للنهايه انا كان عندي مشكله، المشكله دي وصلتها لحل يفيد كل الناس، مش شخص واحد بس. مثلا عندي موقع ممكن، او انا مثلا فاتح شركه عقارات، فحللت الداتا بتاعت الشركه، لقيت ان في مشكله، عالجتها، وعملت اي اي موديل، او عملت موقع كده بتديله مثلا معلومات عن الشقه، الطول والعرض، المساحه، العدد غرف النوم، مساحه الصاله، مساحه وهكذا. بيقول لك في الاخر سعرها كام. فسعرها ده في الاخر هو مثلا الحاجه اللي انت عايز تعرفها. فدي الفكره كلها. المسؤول عن كل ده بقى، اللي بيعمل كل ده، هو الداتا ساينتست. الداتا ساينتست ده هو التنين المجنح اللي بياخد البروسيس من البدايه للنهايه. ودي نقطة مهمة عشان تكونوا عارفين كويس جدا، انه لما انت تلاقي مثلا وظيفة، او بتلاقي شركة بتهاير داتا ساينتست، فانت بتكون عارف، او انت بتبقى محتاج تبقى عارف ايه الرولز اللي مطلوبة منه، ايه الريكوايرمنتس بتاعته. فبالتالي دي نقطة بتبقى مهمة بالنسبة لك. فاحنا شغلنا كله بيكون ايه؟ يعني ممكن نكون موجودين برضه في الجزء بتاع الانجينيرنج شويه، لاننا هنتعلم الاس كيو ال او هنتعلم السيكوال، فهنبقى قادرين ناكسس الداتابيز، نعمل داتابيز، نكريتها، نابديت فيها وهكذا. وقادرين برضه نشتغل بشكل كويس جدا على الاناليسيس او الجزء الخاص بالاي دي اي. طيب دي برضه بعض الكتب اللي احنا هتبقى ريفرنس بالنسبه لنا في الكورس. في كتب بصراحه يعني انا ضايفها في المحتوى عشان هي بتأدي فاليو كبيره جدا للناس، بتساعد الناس انها تبدا تتعلم بشكل كويس وتفهم اكتر. يعني مثلا ستوري تيلينج والديتا، ده كتاب كويس جدا، بيعرفك ازاي تحل المشكله او توصل حل المشكله بشكل بسيط جدا، از ان انت عندك مشكله فبتعرضها كستوري، مش مجرد بس ان انت بتقول والله انا عندي مشكله هنا وهنا وهنا. فان انت ازاي تبسط الداتا فيه برضو يعني شويه معلومات حلوه جدا في الجزء الخاص بالفيجوال وتبسيط الداتا وهكذا. اس كيو ال فور داتا اناليسيس ده كتاب قوي جدا في الاس كيو ال. فدي كلها حاجات، وفي حاجات برضه في البايثون تبقى ريفرنس كويس بالنسبه لنا برضه. هنا بقى محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نشوف ايه هي الريكويرمنتس اللي احنا او اللي الشركات بتطلبها عامه في اي داتا اناليست، او هنشوف مع بعض ايه اكتر الحاجات المشتركه. والحاجات دي كلها موجوده في مصر، عشان برضه في ناس بتقول ان المجال ده ملوش شغل في مصر وهكذا، في مصر وفي اماكن كثيره جدا يعني. فمثلا دي شركه هنا موجوده في مدينه نصر، ماشي. الريسبونسابيلتيز او الحاجات اللي محتاجينها دي اللي هو المهارات بتاعتك عامه. فالجوب ريكويرمنت بقى كتكنيكال، محتاجين انت تكون فاهم في الداتا اناليسيز، عارف تول زي مثلا اكسل، باور بي اي،
SPSS، يعني دي كلها حاجات برامج لو عندك يعني عندك خبره فيها هتسبورت الشغل بتاعك. تبقى عارف تعمل كوليكشن، اورجنايز، انالايز للداتا اللي موجوده عندك. تبدا تكتب كويز، ادابت كويز، ده اللي هو تعمل تشتغل بالسيكوال يعني، وهكذا ريبورت رايتنج وهكذا. دي بتبقى حاجات مهمه. دي سكيلز اهو او ريكويرمنتس. هتلاحظوا ان المشترك فيها التكنيكال، الاكسل، باور بي اي. او احنا برضه هنحتاج نبص برضه مع بعض كده نشوف ايه اللي مشترك عشان في الاخر نبني ايه اللي الشركات محتاجينه. مش مجرد بس روح اتعلم كذا وكذا 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 وخلاص وملوش لازمه. لا، انت بتشوف ايه اللي الشركات محتاجاه وبتبدا تفوكس عليه اكتر. شركه تانيه مثلا في المهندسين هتلاحظوا ان هم محتاجين باي سبارك دي اعتقد دول از داتا اناليست. بس ده يعني يعتبر لازم يكون عنده خبره شويه في الداتا انجينيرنج. ماشي. هنا محتاج يكون تبقى عارف سيكوال وبايثون، تبقى عارف جوجل لوكر ستوديو. في برضه الكوميونيكيشن سكيلز اكسلنت، يعني ما حد مش اللي هو حتى جود او فيري جود، لا اكسلنت كوميونيكيشن سكيلز، تعرف تتواصل مع ناس، توصل المعلومه، تنجيج مع الناس وهكذا. هنا معظمكم عارف رايا طبعا في المعادي. ماشي. طالبين هنا منك انت تبقى عارف باور بي اي او تابلو. سترونج اناليتيكال سكيلز، اورجانيزيشن اند مالتي تاسكينج وبلاننج. برضه السوفت سكيلز او الكوميونيكيشن سكيلز مهمه. دي سمارت لاين في القاهره. يعني الحاجات دي كلها في مصر عشان تبقى امثله واقعيه، مش حاجه من بره مثلا او كده. هنا هتلاحظوا الاس كيو ال، باور بي اي، اي تي ال فريم ورك زي الباور او الباور كويري، اكسل، اس بي اس اس. والباقي كله تلاقوا ان هو كوميونيكيشن سكيلز. دي في العاشر من رمضان. هنا اكسل، سيكوال، بروجرامينج تولز. برضه ممكن يكونوا محتاجين بايثون. بي تي سي طبعا معظمكم عارف بي تي سي في هليوبلس. طالبين داتا اناليست يكون عارف اس كيو ال، يكون عارف بزنس اوبجكتس او يعني فاهم في البيزنس، اكسل، اس بي اس اس. تلاحظوا ان لحد دلوقتي المشترك باور بي اي، اكسل، سيكوال، وفي بايثون، وفي اس بي اس اس وهكذا. دي في شيراتون طالبين ادفانسد اكسل، باور بي اي، كويس في الانجليزي، برضه الكوميونيكيشن سكيلز مهمه، وريبورتنج رايتنج وهكذا. برضو نفس الفكره في المعادي، طالبين اكسل، باور كويري، مايكروسوفت باور بي اي، باوربوينت، فيجواليزيشن كنت تول بس زي عايز مثلا حضرتك جوجل سؤال، معلش انا اسف. او لوكال ستوديو. كنت بس عايز حضرتك سؤال، هل داتا اتفضل. اناليست مطلوبه كفريلانس؟ اه، مطلوبه كتير جدا كفريلانس. طب انا لو اشتغلت بيها فريلانس، هل الشركه يعني تقدر تطلع الداتا بتاعتها كلها لحد مش هقول مش لك مش موجود مش موجود قدامهم؟ هقول لك بص، اغلب الشغل في الفريلانس ما بيكونش شركات، يعني اغلبه بيكون افراد او منشآت اللي هو مش هتتضرر لو طلعت البيزنس. ولكن انا اشتغلت اكتر من مره مع شركات فريلانسر بتمضي على عقود، يعني بتمضي على عقود ان انت تعمل الشغل ده فريلانس، ويبقى فيه جزاءات لو الجزء من الداتا دي خرج. يعني مثلا كنت شغال مره في شركه، انا كنت ماضي على نص مليون جنيه انه لو الداتا دي خرجت بره ده قضيه مثلا، فاهم؟ فكل واحد بيعرف ياخد تمام. حقه، كل واحد بيعرف يحفظ حقه، فاهمني؟ تمام. اخر سؤال طيب، هل اتفضل بقى. المقابل المادي للوظيفه دي كفريلانس مجزي يعني، ولا لا يعني العدد بقى كتير هقول لك فبالتالي العائد على قليل؟ حسب شطارتك. يعني على حسب شطارتك وعلى حسب البيزنس اللي انت بتشتغل معاه. يعني أنا مثلا اشتغلت مع شركات كتير في القاهره فريلانس. ممكن تلاقي ان العائد مش مجزي قوي بما ان انت بتشتغل بالمصري. يعني ممكن تعمل مشروع على حسب برضو الكومبلكسيتي بتاعته وخبرتك وهكذا. كفريلانس بتلاقي ان هو لحد ما ممكن نقول بالبلد كده جايب همه. ولكن زي ما بقول لك هي بتبقى بالخبره بقى. يعني كل ما تبقى شاطر كل ما انت بيتفتح لك يعني انت ممكن تبقى بداها اصلا في الاول فريلانس، فتبقى شاطر فتشتغل ريموتلي في شركه كبيره. لان هي نفس الكونسبت. انت بدل ما انت بتعمل مشاريع لناس كده بتاخد مثلا في الساعه 10 $15، ده ممكن تبقى شغال قاعد من بيتكم بتاخد 1000 $1500 كل شهر. نفس الفكره، فاهمني؟ تمام. طيب سؤال يا باشمهندس لو سمحت. اتفضل. دلوقتي بالنسبة لحد زيي أنا دوت بالنسبة لي نيو تراك أو نيو باص. دلوقتي الاكسبيرنس المطلوبة علشان آخد ستيب فورورد لأي مشروع من اللي حضرتك بتتكلم عليهم، أو أي حد يقدر
يثق فيا او في شغلي. كل ما الطالب اكسبيرينس اتليست 3 years وكده، ازاي اتغلب على الحته زي دي؟ هقول لك، بص، هو مش دايما كل الشركات بتطلب اكسبيرينس كبيره كده. يعني حاليا دلوقتي لو اي حد فيكم فتح لينكدين، لو ان في شركات طالبه ناس زيرو اكسبيرينس، زيرو حرفيا، منهم انترنشيبس، منهم ناس ما عندهمش خبره. فمش كل الشركات بتطلب اكسبيرينس، واللي بيطلب ما بيكونش طالب كبير قوي. وفي حاجه تانية، ان احنا الاكسبيرينس حاليا دلوقتي بتقاس الى حد ما برضو، او من ضمن سنين الخبره بتقاس بالمشاريع. انت عملت مشاريع في اي مجال، الفرايتي الخاص بالمشاريع، شطارتك، الماركتنج بتاعك، في حاجات كتير جدا تدخل في الجزء الخاص بالخبره. فاهمني؟ دول الخليج المجال ده اصلا جاي من بره. فالمجال ده، يعني الحاجات اللي الشركات المصريه بتطلبها دي هي اصلا جايبينها، يعني المجال جاي لنا من بره، فهو جاي بالريكويرمنتس بتاعت بره. والخليج كله هم بيشتغلوا مع السيستم بتاع بره، مش زينا هنا، متقدمين عندنا بكتير يعني. تمام تمام تمام. ممكن سؤال من فضلك؟ برضه يعني في ناس انا عارفها كانوا بياخدوا معايا كورسات، كانوا رايحين ما عندهمش خبره يعني خالص. بس هم وقتها كانوا رايحين يدوروا على شغل، واشتغلوا في كذا مكان يعني، لسه اشتغلوا وهم ما عندهمش اي خبره خالص. طيب خلونا نكمل هنا. مثلا دي شركه برضه في المعادي، باور بي اي ادفانسد في الاكسل، دي معادلات في الاكسل، دي لوك اب سم اف، بيفت تيبل، اس بي اس اس، كويس في الانجليزي، في الاناليتيكال سكيلز، اورجانيزيشن، وهكذا. آم، دي حاجه لقيتها على لينكدين، يعني ممكن تكون مش منطقيه شويه، بس مثلا الشركه كانت منزله ان انت تاخد $100,000 في السنه، وشغال ريموتلي كمان. يعني دي لو حاجه منطقيه، هي كانت زمان المجال ده في حته ثانيه، بس برضه يعني هي كانت حاجه موجوده على لينكدين وكونفدنشال. يعني شايفين شركه كروس اوفر في القاهره. فبرضه دي حاجه ايه، قلت اقول لكم عليها او احطها لكم يعني في البرزنتيشن. عندنا هنا برضه شركه ثانيه، سيكوال، اكسل، باوربوينت، تابلو، باور بي اي. هنا بص اهو: from 0 to 3 years experience in data analysis وفريش graduated are most welcome to apply. فبرضه يعني الناس اللي بتلاقي او اللي بيحطوا نفسهم في الزون بتاع طالبين 6 7 سنين، انتوا بتروحوا تدوروا على شركات كبيره فعلا، او الشركات اللي هي ما عندهاش وقت انها تجيب جونيورز تعلمهم. لا، احنا عايزين ناس فعلا تبقى بقالها فتره. فكل شركه على حسب التارجت بتاعها. دي شركه في الشيخ زايد باشمهندس معلش، واخدين باور بي اي. باشمهندس كان ليا سؤال. انا دلوقتي حضرتك بتعرض علينا التولز المطلوبه في كل الشغل وكده. الكورس بيقدر يكفر ايه بالظبط من كل التولز دي؟ بيكفر كل حاجه، كله؟ سيل، باور بي تمام. اي، اس كيو ال، تابلو، مم. بايثون، والمكتبات بتاعتها وستاتستكس. تمام. يا باشمهندس لو طيب أنا سمحت عندي سؤال من بالنسبه فضلك. اتفضل. طب معايا باشمهندس، حضرتك؟ اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. مستوى النجاح في الكارير بيعتمد على ايه؟ على المشاريع اللي انت بتعملها، تتطور دايما بشكل، وتعمل براندنج كويس لنفسك. تمام، شكرا. باشمهندس بالنسبة في دايما برضو لغتين متكررين دايما، هما SPSS والاس اي اس، ده الكورس دي مش هيغطيهم؟ بص، دي مش لغات، دي برامج. لا، الكورس مش هيغطيهم، لان الباكجز دي او البرامج دي statistical اكتر. يعني دي الناس اللي بيشتغلوا فيها هم الناس الخريجين قسم احصاء مثلا، او هم احصائيين جدا، او يعني هم في الفيلد الاحصائي. ولكن التول اللي انت بتتعلمها، يعني اي تول بتتعلمها صح، اي تول تانية ممكن تتعلمها في وقت قليل جدا. يعني مثلا انت لو اتعلمت اكسل، او اتعلمت مثلا باور بي اي، هتلاقي ان تابلو سهل بالنسبه لك، هتلاقي ان لوكال ستوديو سهل بالنسبه لك، هتلاقي ان اي تول جديده في المجال سهله بالنسبه لك. فاهمني؟ لكن اس بي اس اس وساس والحاجات دي هي statistical قوي. فمش كل، يعني الفكره ان مش كل الشركات بتطلبها، او مش كل الشركات بتشتغل بيها. هنا مثلا طلعت مصطفى في الدوري طالبين اس كيو ال، بايثون،
داتا مايننج ده اللي هو الداتا كليننج، وهكذا اكسل وتابلو. دي مثلا بساطه. ماشي، دي في المقطم. سيكوال. هنا هتلاحظوا اي ار، دي حاجات في السيكوال، سيكوال سيرفر، اوراكل، دي كل حاجات في الاس كيو ال. دي بقى هنا بصوا مثلا، دي هنا طالبه 3 سنين، اكتر من 3 سنين في الاي تي ال فريم ورك والداتا وير هاوس والحاجات دي. فدي مياله اكتر الى الداتا انجينيرنج، يعني دي ريكويرمنت ممكن تكون بتاع داتا انجينيرنج او سينيور فعلا داتا اناليست، مش جونيور يعني. طيب يا ماشي، ده عنده باشمهندس سؤال؟ ممكن أحضرتك سامعني؟ سامعك، اتفضل. طيب هو من طريقة الشرح والاستجابة من الناس اللي بتتكلم، هل الكورس ده محتاج خبرة؟ محتاج حد عنده اكسل كويس او حد عنده خالص. فكرة؟ لا، هو في ناس هنا ما شاء الله بتتفاعل معايا عندها خبره ما شاء الله، او في ناس فعلا فاهمه، لكن هو الكورس بيبدا من الصفر خالص. ما حدش فيه خالص عنده، حتى اللي عنده خبره بيبدا من الصفر. بس لا، هو فعلا في ما شاء الله ناس يعني عندها خبره، فاهمه مم. وعارفه يعني. بس لكن الكورس بيبدأ شرح من البداية خالص. من الصفر خالص، من الصفر، من تحت الصفر كمان. طيب خلاص زي طيب الفل. يا باشمهندس بعد إذنك، بالنسبة للناس اللي هي اتفضل. اوريدي عندها اكسبيرينس في الحتة بتاعة الداتا اناليتكس دي والداشبوردز والقصة دي كلها، في جزئيات، يعني أنا مثلا هتكلم عن الكيس بتاعتي، في جزئيات في الكورس ده أنا محتاج أفهمها. فهل انا شود ان انا اجوين من الاول كده لغايه ما الكورس ينتهي، ولا انا ممكن ادخل في سيشنز معينه عشان بس ما يبقاش وانا موجود في اول سيشنز انا بتكلم وفاهم، في غيري مثلا لسه بيبدا او لسه المجال ده بالنسبه له جديد، فيبقى حاسس ان احنا او الناس دي مثلا مستواها عالي وهو لسه بيبدا فيعمل كونفيوجن عنده. فهل ممكن ندخل في جزئيه معينه من الكورس وسكيب الحاجات الاوريدي اللي انا عارفها الاول؟ عادي، ممكن تشوف الحاجه اللي انت حاسس ان هي هتبقى اضافه بالنسبه لك، لان عادي المستويات متفاوته. ممكن انا اكون عارف حاجه ومش عارف حاجه تانيه، غيري لسه بيبدا بيسمي الله. فعلى حسب الحاجه اللي انت هتكون حاسس انها هتبقى فاليو ليك، ممكن تاخدها. بس هو في الاول وفي الاخر احنا بنبني مايند سيت، يعني بنبني فكر او طريقه تفكير مع التولز نفسه. فدي بقى ممكن تبقى الاضافه، لكن لو دي برضو موجوده عندك عادي، ممكن برضو تشوف الحاجه الانسب ليك يعني. باشمهندس هو الكورس ده هيتشرح فيه statistics؟ هيشرح في statistics، بس احنا ما بنشرحش statistics، او انا ما بشرحهاش ورقه وقلم، يعني ما بشرحهاش بشكل نظري، بشرحها من ضمن التطبيق بتاعنا. ان والله في كيس معينه هيبقى احنا محتاجين نعرف مفاهيم معينه، مثلا زي الفرق بين المين والميديان. مفاهيم تانية احنا محتاجين نعرف يعني ايه انتر كوارتايل رينج، ويعني ايه الديستريبيوشن والنورمال، يعني ايه مثلا كيس ثالثه يعني ايه ستاندرد ديفيجن. طب ده هيفيدنا في ايه؟ طب ده نقدر نوظفه ازاي في الشغل، وهكذا. فاهمني؟ لكن مش مسائل بقى وكده. هو اللي حضرتك قلته ده كله يعني مثلا ده حاجات احنا خدناها في الكلية وفي ثانوية. بس انا بتكلم ما هل علينا. statistics في المجال ده اصلا يعني هي ادفانسد، لازم تكون انت ادفانسد فيها؟ لان زي ما ادفانسد. حضرتك انت كنت عمال حضرتك تعرض الشغل، وزي ما قلت لحضرتك كده كان كلهم طالبين البرامج اللي هي اس بي اس. حضرتك قلت لي ده برامج كلها statistics. بص، هقول لك اوضحها لك دلوقتي. بص، ادفانسد statistics دي بتكون مطلوبه لو انت هتكون داتا ساينتست، يعني لو انت هتشتغل داتا ساينتست لازم تكون ادفانسد في الاحصاء. دي اول حاجه. تاني حاجه، الاس بي اس اس والساس والاس ار اس اس والحاجات دي كلها، دي شركات بتبقى شغاله كده يعني. هوضح لك برضو حاجه من سوق العمل. في شركات ممكن تبقى شغاله، او يعني مثلا بقالي 5 6 7 سنين، او انا شغال من اول ما الاس بي اس اس ده طلع. فانا خلاص، انا الشركه بتاعتي كل الناس اللي فيها عارفه اس بي اس اس وشغاله بيه، وهو بيؤدي لي الغرض بتاعي، فخلاص انا مش محتاج اشفت الحاجه تانيه. فاهمني؟ فتلاقيهم هم محتاجين حد كستمايزد على الحاجات بتاعتهم. فاهمني؟ لكن المنتشر ايوه. بشكل كبير جدا واللي كل الناس بتشتغل بيه فعلا، باور بي اي، تابلو، لوكال ستوديو. دول اكتر. ولوكال ستوديو او جوجل لوكال ستوديو بدا يدخل في المنافسه الفتره اللي فاتت، بس هو التوب بالنسبه للناس كلها هو الباور بي اي. بعده يجي يعني تابلو، بعده لوكال بشكل ستوديو، عام واكسل ده بيزكس يعني. ايه؟ بشكل عام الكورس فيه كل الاساسيات بتاعه المجال ده، لكن في حاجات تانية بقى اللي هي زي ما حضرتك قلت اللي هي الاس بي اس اس دي، انا الشركات هي اللي بتطلبها، فانا ساعتها باقلم نفسي على الشركه نفسها فبضطر اتعلمها. مظبوط، مظبوط، كلامك صح.
وبتتعلمها بكل سهوله خالص، يعني بسرعه جدا، ممكن حرفيا يومين ثلاثه، لان انت هتلاقي نفس الكونسيبت، نفس الطريقه اللي بيجيبوا بيها الداتا. عامه خلي بالك، كل برنامج او كل تول بتلاقي فيه نفس الافكار بالظبط، بس اختلاف في حاجه جديده، فكره مشكله عن تول ثانيه، فهي دي بتحلها، لكن هو في نفس المين كونسبتس يعني. لا مش لازم خريجة اي حاجه خالص. بالنسبه لايه معلش؟ الو، كان بيطالب بالوظائف. مساء الخير. لا هو عامة المجال ده ما بيقتصرش على خريج حاجة معينة، لا هو كله يعني ما بتفرقش خالص. مم. ولا أنا سؤالي اتفضل. هو في حضرتك يعني من ضمن التولز باور بي اي وايه تاني اللي هيبقى في الكورس؟ باور بي اي، ايوه، كل هو حاجة في انتوا مش المحتوى شغال بتبقى في عندي ليه؟ الملف انا بتاع باجي البي دي ابعت ما اف. بيسمعونيش ولا الهوا. ايه؟ انا عامل على البتاع، مش بيبصوا على الشات. اكسل، اكسل، باور بي اي، تابلو، لوكال ستوديو، سيكوال، بايثون، والفور لايبرز بتاعتها، والاحصاء. فكك منهم، انا عرفت، انا كده عرفت انا عايز ايه. الصوت بيقطع، ممكن الإجابة تاني. السلام لا السلام بقول إن عليكم. هو مش مقتصر على، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بقول إن هي مش مقتصرة على خريج حاجة معينة، ما لهاش أي علاقة، لا نظم ولا هندسة ولا عادي، في دكاترة شغالين في المجال ده، وفي مخصصين، وفي ما لهاش علاقة بالتخرج يعني. باشمهندس معلش بعد اذن حضرتك، ممكن بس يعني تعيد لنا الجزء بتاع الاحصاء؟ هل ايه البرامج الاحصائيه اللي احنا هناخدها، وممكن نستفيد منها ازاي؟ يعني ايه البرامج الاحصائيه اللي احنا ممكن، او هل في حاجات معينه في الاحصاء معينه بس هناخدها، ولا هناخد حاجات زي الكورليشنز وازاي نعمل لها اناليسيز والكلام ده؟ بص الأدوات الإحصائية بالنسبة لنا في الكورس يعتبر التولز، يعني الفيجوالينج والسمرايزنج ده كله اصلا هو بيزد على الاحصاء. يعني مثلا لما تيجي تشوف تشارت، او مثلا بار تشارت او كولوم تشارت، هو اصلا لو جيت تشوف اساسه في الاصل هو اصلا مبني على الاحصاء او النورمال ديستريبيوشن او هكذا. فالبرامج الاحصائيه هي يعتبر الكورس كله فيه حاجات احصائيه. البرامج بقى اللي هو اس بي اس اس واس اي اس والحاجات دي مش في الكورس اصلا، بس انا اللي كنت بقوله للباشمهندس ان هو لو فهم تول معينه من التولز اللي احنا بنشرحها، ممكن يفهم اي تول تانية بكل بساطه، يتعلمها بشكل سريع يعني على طول، لان هو نفس المين كونسبتس، ولكن بتلاقي ان في سوفت ويرز بتبقى مميزه او بتحل مشكله معينه عامه في حاجه معينه، فاهمني؟ تمام. باشمهندس طب هل باشمهندس اتفضل. قول كمان. طب هل بالنسبه للبايثون، يعني انا عايز، مش فاهم قوي عنه خالص، عايز افهم ايه اللي ممكن هنستخدمه، هيساعدنا ازاي في التحليل او في بالظبط مش فاهم يعني البايثون ايه بالظبط، ممكن حضرتك يعني توضحه لنا اكتر؟ بص الجزء بتاع بايثون ده هو موجود في الكورس عشان يبقى يساعد الناس ان هي اول حاجه تتعلم برمجه، فيبقى هي تطلع من الزون الخاص بالسوفت ويرز، دي اول حاجه. تاني حاجه يساعدها انها اي حد عايز يدخل بعد كده، عشان احنا يعني مش عايزين الشخص ان هو يفضل واقف في مكانه، فانت ممكن لو جينا بص كده هنا، الجزء بتاع بايثون ده بيساعدك تدخل في الجزء بتاع الماشين ليرنينج انجينير، يبقى انت اصلا انت هتبقى يعني اولموست شويه قادر تتعامل على السيكوال والداتا انجينيرنج. فانت لو دخلت في الماشين ليرنينج ده يعتبر ممكن نقول داتا ساينتست على صغير كده شويه، فبتبقى انترودكشن كويسه ليك للداتا ساينس او للاي اي عامه يعني. ثالث حاجه لما بتيجي تتعامل مع بيج داتا، يعني داتا حجمها كبير، او تتعامل مثلا مع سوفت ويرز، تتعامل مع البيج داتا، الداتا بتوصل لتيرا بايتس من الداتا، فبالتالي بايثون هي الحاجه الاساسيه الوحيده اللي بتتعامل بيها، لان البرمجه هي اسرع من اي تول موجود. رابع حاجه البوبيلاريتي بتاعتها مشهوره جدا، وكمان بتساعدك تعمل اناليسيس بشكل دقيق. الكودينج برضه خلي بالكم، احيانا كتير هتلاحظوا ان في كيسز هنيجي نتعلمها ممكن نغلب فيها شويه في السوفت وير، فلما نيجي ناخد بايثون هتلاقوا الله ايه الحلاوه دي، ده في ثانيه، يعني انا خلصت الحاجه اللي انا عايزها في ثانيه.
فهي مفيده في الداتا اناليسز، وهي اصلا مشهوره اصلا قوي في الداتا اناليسز. بس هي اللي بيدخلها بيكون يعني اولموست عايز يكمل از داتا ساينتست او كده يعني. طب معلش اخر سؤال. انا دلوقتي باحث في الماركتينج، في مجال الماركتينج، تمام؟ وعايز الكورس ده، هل الكورس ده ممكن يفيدني ازاي؟ يعني حضرتك شايف ممكن يفيدني ازاي؟ او انا اركز بالظبط اعمل يعني ايه اللي المفروض اعمله علشان اقدر اخد استفادة كبيرة؟ بص، هو الكورس نفسه احنا بنركز في الكورس ده على كل الفيلدز اللي موجوده، يعني اي فيلد موجوده في الدنيا بنركز عليه. يعني بنحلل داتا ميديكال، داتا سيلز، داتا ماركتنج، سبلاي تشين، ريتيل، كل الداتا اللي موجوده، عشان الاودينس مختلفين، كل واحد شغال في مجال معين، فيبقى الكورس مغطي كل المجالات. فتبقى يعني هيفيدك ازاي في مجالك ده انت تقدر تحدده، لكن هو احنا بنطبق الكونسبت بتاع الداتا اناليسيس في كل المجالات. فانت لو باحث بقى، فانت عادي ممكن تبقى انت ضفت المجال ده في البحث او في الريسيرش بتاعك او وات ايفر الحاجه اللي انت بتعملها، فيبقى انت استخدمت ده في السبورت ليه على الكونسبت بتاعك او الحاجه اللي انت بتعملها، فاهمني؟ تمام، تسلم يا باشمهندس. طب، واحده واحده بقى هنبدا نشتغل على المشكله ونحلل البيانات تقريبا من انهي جزء من الكورس، من تاني سيشن في الكورس، يعني المفروض السيشن الجاي. في فرق في الكورس بين الاونلاين ومن المكان. يعني ايه؟ مش فاهم. فرق شرح يعني ولا ايه؟ لو فرق شرح فلا، يعني فرق الشرح والانتراكشن والتاسكات وكده لا، ما فيش اي فرق خالص، هو نفس الشرح هنا بيتشرح هنا. انا بالنسبه لي بفضل الاونلاين، لان هو الناس تبقى قاعده مرتاحه كده وبراحتها ومع بعض براحتنا، مش ملزمين بوقت او كده، فده بالنسبه لي بيكون افضل يعني. شغال في شركه على برنامج وعلى تخطيط. كل النتائج اللي يعني وصلنا لها في فترة معينة. ماشي. اوكي. في شركات بتبقى محتاجه، بتبقى عامله لنفسها كاستمايز سيستم. هو بيكستم الحاجه بتاعتها كلها. بس ماذا لو انت مش يعني مش مهندس الاء ولا علاء، بس يعني وات ايفر، انه لو محتاج تشتغل في مجال تاني مختلف او تعلى في الليفل بتاعك، اكيد مليون في الميه السيستم اللي عندك ده هو بيعمل لك الحاجه اللي انت عايزها بس، او الحاجه اللي البيزنس عايزها بس. لكن لو احتجت ان انت تابديت او تعلى في البوزيشن، او تشوف انت شغلك الخاص، او انت شغلك انت الخاص، السيستم ده مش هيساعدك في حاجه. ففي شركات بتعمل لنفسها السيستم اللي يعمل لها اللي هي عايزاه، بس انت كده وقتها انت خلاص، انت عندك حاجه بتقعد تضغط وتعمل وبتطلع لك الناتج. لكن ما عندكش الجزء بتاع الكريتيفيتي، ما عندكش الجزء الخاص ان انت تحلل وتفكر وتقارن يعني فكره الكريتيفيتي مش تبقى احسن حاجه يعني طبعا. الداشبورد من تالت سيشن في الكورس. سوري، من في انهي مرحله من مراحل تحليل البيانات؟ مش فاهم في انهي مرحله يعني. هي دي انت بتفاينلايز يعني، خلاص بعد ما خلصتي الحاجه كلها عايز تعرضيها، فبتعملها داشبورد، تعرضيها في شكل داشبورد. يعني ممكن في مرحله في البروسيس، المرحله كانت الرابعه تقريبا او الخامسه. مده الكورس من 3 ل 4 شهور. ممكن تاخد جزء معين، ولكن يعني برضو كله بيبقى سيكونشال يعني. اللي بياخد جزء من الاول وبيمشي سيكونس بيبقى فيه كيسز مختلفه. يعني ممكن في الجزء بتاع الباور بي اي تاخد مثلا كيس على الماركتنج وكيس مثلا على الميديكال. طب في الاكسل لا، في 3 كيس، مثلا كيس على السيلز، ومثلا سبلاي تشين وريتيل وهكذا. فدي بتختلف بقى في المشاريع يعني، او الافكار بتاعت كل، او الكي بي ايز بتاعت كل حاجه معينه. الاونلاين بيكون من 15 ل 20. هو في ناس كتيره النهارده عشان اول سيشن كانت فري بس. لازم اكون بفهم في الاحصاء وبحبها الا لو عندي مشكله فيها. احنا يعني مش لسه سامع، احنا ما بنتعمقش قوي في الاحصاء، وزي ما بقول لكم عشان الناس ما تكرهاش، فاحنا بنشرحها بشكل براكتيكال يعني. انا بقول لك الكونسيبت ده وبفهمه لك وتعالى نطبقه، فانت خلاص شفت تطبيقه. وتطبيقه ده انت بتشوفه بحل مشكله معينه او بسوليوشن معين، فده بيبقى هيحببك اكتر، مش هيكون فيها تعقيد ولا حاجه. الاونلاين بيكون كله متسجل، والاوفلاين برضه كمان.
عادي ابدا اتعلم بقى يوسف، ابدا اتعلم. شوف انت، لو انت بتقول بس اتجهت للديجيتال ماركتنج، الماركتنج من المجالات المهمه قوي، والمجالات اللي الجرو فيها، او المجال ده أساسا بيبقى مهم قوي فيها، كماركتنج، ككامبينز، وك كومبيتيتور اناليسيز وهكذا. فدي بتبقى حاجه مهمه. فانت اهتم بقى بالبيزنس، يعني شوف ايه هو الكي بي ايز المهمه في الماركتنج، وابدا اتعلم التولز دي. وشوف بقى انت المشاريع، اعمل بقى مشاريع، يعني اعمل مشاريع كويسه وكتيره ومختلفه في الفرايتي وفي الكومبلكسيتي. هتلاقي الامور بسيطه وسهله يعني. تفاصيل الكورس ممكن تتابعوها بقى مع الناس اللي هم في الجروب. الحاجات اللي بتخليك متقن المجال ان انت تعمل مشاريع كتير ودايما تبقى ابديتد، يعني تتعلم بشكل مستمر، ما تقفش عند نقطه معينه. وكمان في نفس الوقت تبدا تحاول تعمل ماركتنج لنفسك، يعني تعمل ماركتنج لنفسك. كل ما تحاول تقرا وتعمل ماركتنج لنفسك وتعمل بيرسونال براندنج، ده هيخليك تتطور في المجال والناس تعرفك. وبالتالي انت كل ما الناس تعرفك وكل ما تحس ان انت، انا بكبر في المجال وبلاقي ناس حواليا كبار، فانا عايز اكبر انا كمان. اوكي. المجالين بيكملوا بعض ولا عكس حاجه واحده؟ لا، بيكملوا بعض يعني. بيكملوا بعض، يعني بيكملوا بعض. واللي بيكون يعني بيكون دامج الاثنين بيكون شاطر قوي، شاطر قوي قوي يعني. بالنسبه يا باشمهندس لو سمحت من فضلك، بالنسبه للموضوع اكبر في المجال دوت، كنت في سيشن برضه قبل كده، وبعدين المدرب قال لك اتليست عايزين في حدود 10 سنين. تمام. هل الكلام دوت مظبوط ولا يعني نعمل ايه؟ معلش ممكن تقول لي تاني؟ معلش الصوت بس قطع شويه. في سيشن مره كنت حضرته، وبعدين موضوع بالمناسبه ان احنا نكبر في المجال ده. تمام. المدرب قال لك في حدود 10 سنين. تمام. فما انصحش حد من بعد ال 35 او ال 40 يتعلم حاجه من الحاجات دي. وكانت بالنسبه لي مفاجاه وصعقه. انا ما اقتنعش بالكلام، بس هو ساب اثر فيا بصراحه. هل الكلام دوت مظبوط ولا لا؟ انا عايز اقول لك، انا في ناس كتير قوي اعرفها حرفيا في الثلاثينات، 32 و33 سنه، وهم بداوا يتجهوا للمجال ده وشغالين دلوقتي. بس هو الفكره في ايه؟ الفكره ان انت ممكن لو عديت مجال، يعني لو عديت سن معين، او يعني ممكن لو جبت صعوبات زي كده تطبق المجال ده في الشغل بتاعك. يعني مثلا اي حد تمام. في الثلاثين، في نص الثلاثينات، هتلاقيه ان هو يعني خلاص قرب على ان هو يبقى مانجر او يبقى هو سبيشالست في المجال بتاعه. فانا ممكن اطور من نفسي واخد كورس الديتا اناليسز، واطور انا المجال، او ابقى يعني اكبر في الفيلد اللي انا فيه، فبقى سبيشالست سي في الماركتنج از داتا اناليست. يعني تمام. ما فاهمني؟ يعني معظم الناس اللي انا قابلتها واديتها كورسات هم ب 35 واكتر، هم ما بيشفتوش على قد ما هم واخدين ده يطوروا من نفسهم في البيزنس بتاعهم، او يترقوا في البيزنس بتاعهم. فاهمني؟ عظيم. ايوه. اوكي. تحليل البيانات ليه علاقه بالاتش ار؟ اه طبعا ليه علاقه بالاتش ار بشكل كبير جدا. تحليل الموظفين، تحليل الشركات، الديبارتمنتس، الجولز، الحاجات دي كلها. يعني ما بقاش في شركات دلوقتي بتحلل الحاجات دي بورقه وقلم او بالاحساس او كده. مع كل سيستم، ومعظم الاتش ارز دلوقتي بيتعلموا الداتا اناليسز، لان هم فعلا بيفيدهم في الشغل بتاعهم. بيطلعوا نتائج اكيوريت، ما بيحسوش يعني. في ناس يعني اصدقاء لي اعرفهم كاتش ار بيتعلموا المجال ده معايا، عشان هم عايزين يبقوا اكيوريت في النتائج، وفي نفس الوقت كمان يكونوا. في ناس الاتش ار بيحسوا ان لا، ده انا بظلم غيري، ده انا حد التارجت مش باحسن حاجه، ده انا الكي بي ايز مش مظبوطه. فده بيساعدهم يعملوا ده بشكل دقيق، فبيكونوا يعني بيكونوا الترقية بتاعتهم بيكبروا في المجال بشكل مظبوط، بشكل صح يعني. مش معاهم. لا، هو انا زي ما قلت لحضرتك من الاول، احنا بنبدا من الصفر، يعني حتى اللي عنده خبره بيبدا من الصفر. يعني ده هو كله بيبدا من الصفر خالص، ما فيش اي حاجه في اي حاجه. ش- طيب لو حد عنده اسئله يتفضل عادي. عشان كده احنا يعني خلصنا النهارده، فبس محتاج لو حد عنده اسئله يسالها، وكده احنا خلصنا السيشن بتاعت النهارده يعني. لو سمحت كنت بسأل لو انا مثلا اتفضل. يعني في الانجليش مش كويس قوي يعني او ضعيف في الانجليش، ده هيأثر عليا اصلا في التعلم ولا لا؟
بص، هيأثر عليك في التعلم لو انت عايز تتعلم مع نفسك. لو هتتعلم لوحدك فهيأثر عليك شوية، ممكن ما تحسش التأثير ده في البداية. يعني في البداية عادي ممكن تلاقي على اليوتيوب سورسز كتيرة تعلمك اكسل وباور بي اي بالعربي. بس لما تيجي تتطور بقى بعد كده، عايز تتطور اكتر، هيأثر عليك شوية. فاهمني؟ طب معلش، يعني الدراسة في العموم بتبقى بص، يعني بنقدر. بص، لو انت هتشتغل، لو هتتعلم لوحدك، يعني تفتح اليوتيوب هتتعلم، في الاول مش هتواجه صعوبه. واحده واحده، طالما لان انت ما معكش حد يسهل لك يفهمك يعرفك. فلو انت قدام شويه عايز بقى تعلى في الليفل، وعايز تفهم حاجات متعمقه اكتر بس مش لاقي لها شروحات عربي، وقتها الانجليزي هيكون اقرب. لكن لو معاك حد بيديك الحاجه دي وبيفهمها لك عربي وهكذا، مش هيبقى عائق. فاهمني؟ بس انت كده كده لازم تتعلم انجليزي، يعني هي لازم، فاهم؟ ما بقتش رفاهيه في الفتره دي. بس كعائق تبدا، لا مش عائق خالص. سواء حتى تبدا او في كورس، هو مش عائق، ابدا عادي. تمام جدا، متشكر جدا لحضرتك. العفو، تحت امرك. الكورس ده داتا اناليسيس اند بزنس انتليجنس، الاثنين مع بعض. المايندز بتاع البيزنس انتليجنس والباور بي اي مع التولز التانية الخاصه بالداتا اناليسيس. اعتماد دوليه للمجال ده، بصراحه انا مش ما بعترفش بالاعتمادات والحاجات دي بصراحه، فمش هبقى احسن حد يجاوب على حاجه زي كده بقى. بس في مايكروسوفت، في ناس بيبقوا سيرتيفايد من مايكروسوفت في الاكسل وهكذا، بس دي بتبقى اختبارات دوليه بقى بتدفع لها فلوس وحاجات زي كده. بس لو حد محتاج يسال اي حاجه، يستفسر عن اي حاجه، انا معاك، اتفضل. معلش يا باشمهندس، يعني كنت عايز اعرف بس طريقة التدريس، يعني لو اسف ممكن اقدر اعرف، يعني هيبقى مثلا في ماتيريال معينة هنقدر مثلا نستلمها، او في يعني لو انا الكورس ده اه هاخده حضور هيبقى في مثلا هتبقى برضه متسجلة عشان اقدر اشوف الكورس بعدين، لو في assignment في حد ممكن برضه ارجع له لو في حاجة وقفت معايا، يعني اكيد. النقطة دي بس كنت عايز اعرفها من حضرتك. بص، هو كده كده ده مثلا مشروع كنت فاتحه، دي بروجكت الناس بتعمله، بيكون ليه دوكيومنتد. دي التايم لاين الخاصه بالكورس نفسه. يعني كل حاجه ليها ماتيريال، كل حاجه ليها حاجات تقدر ترجع لها، سيشنز كلها ريكوردد، تسجل، بتكون معاك موجوده على طول، حتى بعد الكورس بتكون موجوده معاك. المشاريع كلها يعني مثلا دي تول اهو مثلا، البيفت تيبل، كل حاجه يعني دوكيومنتد وفيها ماتيريال ترجع لها. التاسكات، المشاريع كلها، كل سيشن بيكون عليها مشروع. فاحنا مثلا الكورس 32 سيشن بنعمل، يعتبر سيشن في الاسبوع. ففي نهايه الكورس بيكون معاك افريج مثلا 11 12 مشروع، على حسب بقى كل واحد والتزامه، كل واحد والشغل بتاعه. فكل سيشن، يعني مش سيشن، عشان دي ده كورس يعني الاونلاين ما بيكونش 4 ساعات، لا بيكون ساعتين او ساعتين ونص. فكل اسبوع بيكون فيه بروجكت. تمام. فبيبقى في عدد بروجكتس كبير اخر الكورس، 10 او 12 مشروع، على حسب برضو كل واحد بيعمل مشاريعه، بيكروتها، بيظبطها وهكذا. فكل حاجه تاسكات بشكل مستمر بعد كل سيشن. فيدباك من الانستراكتور اللي هو انا، والمنتور اللي بيكون موجود برضو، تلجأوا لهم على طول في اي وقت يعني عادي. تمام، انا ملاحظ حضرتك في السيشن، يعني في الماتيريال بتاعت حضرتك، يعني بيبقى فيها الحاجة الفانكشن معينه او حاجه معينه ومكتوب يعني ديسكريبشن تحتيها، فده يعني دي حاجه كويسه، لان يعني قبل كده حضرتك كورس تاني كانش كده، يعني كان الموضوع يعني حاسس هنا يعني متهيألي متنظم على الخطوات، اللي انا ببقى الخطوه نفسها ممكن اكون سمعتها في الكورس او حاجه بس بعد كده ممكن انساها، فلما بتكون موجود قدامي كبرزنتيشن بتهيألي كده الموضوع هيبقى اسهل. وفي كمان بيبقى بشكل يعني في حاجتين. في بص، يعني مثلا اوريك دي كده السيشنز كلها، كل سيشن مثلا بيكون جواها ايه المحتوى بتاعها. فمثلا هنا سيشن ماشي رقم جميل. 3 مثلا، فيها حاجه اسمها بيفت تيبل. السيشن دي فيها التاسك بتاعها، فانت تدخل على التاسك بتاعها، تلاقي التاسك موجود، لينك الداتا والاسئله اللي انت محتاج تجاوب عنها وهكذا. فاهم؟ ده بيبقى موجود مثلا شكل يعني بيمشي خطوه خطوه. يعني اللي انا بشرحه انا بعمله سيموليت في البي دي اف. فهنا انسيرت بيفت تيبل اهو، عشان تعمل انسيرت اضغط على كذا، روح لهنا. فانت حتى ممكن بعد السيشن ما ترجعش هيوصلها لي، ممتاز. بالك ريفرنس كويس يعني. طب دي ممكن نستلمها يا دكتور باشمهندس، اللي هو قبل ما ناخد السيشن مثلا مع حضرتك، بحيث ان احنا نحضر مثلا قبلها او حاجه
تساعدنا مثلا اه لغات اه الكود دي ممكن متاحه. بديكوا هنت قبلها، بس بديكوا هنت قبل الحاجه اللي هي بتبقى كبيره قوي، او الحاجه اللي هي مش كل الناس ممكن تستوعبها. يا جماعه بصوا، خدوا اللينك ده، بصوا على يعني ايه مثلا باور كويري، مثلا يعني ايه مثلا جوين في السيكوال، وهكذا. فده يبقى بيساعد الناس هو كلها بي... تبقى فاهمه واسرع في التطبيق وهكذا. هو بيبقى في تايم سكادول اللي انا ببقى عارف كل اسبوع انا الاسبوع اللي جاي انا هاخد ايه او احضر ايه. في اهو، بص هو عشان بس يعني الوقت تمام. بتاع الناس. تايم اهو، مثلا اول شهر في 10 سيشن، يعني ماكسيموم 10 سيشن. كل سيشن ايه اللي موجود فيها شايف، وفي بروجكت وبارت 1 2 3 وهكذا يعني، فاهم. الشهر التاني فيه كذا وكذا وكذا. هو الكورس 10 سيشن، يعني شهرين الايه؟ ونص تقريبا. الكورس 10 سيشن يعني شهرين ونص تقريبا لو احنا هي مره في الاسبوع. الكورس 4 شهور. ده انا الكورس بس 4 عرفت شهور، لك. انا سمعتها 10 سيشن. بص هو لا، في الشهر. اه في الشهر، تمام. في الشهر من 8 ل 10 سيشن. تمام اوكي. هو 4 شهور. لا انا بس عرفت لك اول شهرين، في مانث 3 اهو، مانث 4 عادي، فاهم. تمام يا باشمهندس، تمام. اوكي. شكرا لحضرتك. العفو، تحت امرك. بس اشوف لو في اي اسئله تانية. شكرا ليك، تسلم يا رب. تفاصيل الاوفلاين برضه ممكن ترجع بس للناس اللي ضافتك في الجروب، هيعرفوا كل حاجه يعني. طيب حد عنده اي اسئله تانية، حاجه مش واضحه، حاجه مش اتفضل اتفضل يا باشمهندس. أنا كنت بس عايز أسأل السؤال، هو رينج السالاريز بيبتدي بالنسبة للجونيور من كام؟ بص رينج السالاريز ده بيبقى على حسب الاكسبيرينس. سوري على حسب الشركه، معلش، على حسب الشركه اللي انت بتابلاي فيه. في الشركات في مصر عامه متقسمه، اللي هو الشركات المالتي ناشونال، او كلاس A، كلاس B، كلاس C، وهكذا. في كلاس A اللي هو الشركات مثلا زي فودافون، زي اتصالات، زي اورنج، زي وي، الشركات اللي هي المالتي ناشونال، افريج السالري بيكون من 15 ل 20 از جونيور. وبتختلف على حسب شطارتك كجونيور، يعني ممكن جونيور على جونيور يفرق. ممكن جونيور يبقى هو اول مره يشتغل، بس هو عامل شغل جامد قوي وفاهم وشاطر وكده، فلا ده ما فيش منه اتنين. ده انا هاخده بس اعلمه الشغل ماشي ازاي، سنه سنتين بقى سينيور على طول في مجاله. الشركات التانية كلاس الأقل شوية، اللي هو يعني الأفراد بيكونوا من مثلا من 11 ل 50 شخص، بتلاقي إن السالري بيتمحور من 10 ل 15. في بقى الشركات اللي هي تحت شوية، يعني ممكن يعني بالبلدي كده تحت بيت السلم، أو يعني لسه بتبدأ شوية، بتلاقي بقى إن هو إيه، من 7 ل 10 كده يعني. ده كجونيور. كسينيور بقى بتتكلم في أرقام تانية بقى، يعني أرقام 30 وأنت طالع بقى. فرصه الاسمنون فوق 45 صعب؟ لا مش صعب خالص خالص حرفيا. بس انا زي ما وضحت، انا كان في ناس بتاخد معايا كورسات والله العظيم سنهم 50 سنه، وكان في ناس 46 و47، يعني لا كان في ناس اعمار. المجال ده عامه، وزي ما قلت الناس اللي بتبقى فوق ال 35 36 هم بيكونوا داخلين المجال ده عشان يتطوروا في البيزنس بتاعهم. ده بيكون اسهل للناس دي من ان هم يشفتوا تمام ويشتغلوا ويرجعوا من الاول تاني خالص كجونيور او كده. فدي بتبقى الحوار ده بقى. باشمهندس، هو الداتا انتري جزء من الداتا اناليسيس؟ الداتا انتري لا، ملهاش علاقه. يعني احنا اصلا ما بناخدش داتا انتري خالص، لان كنت بشوف كتير بيرفعوا طالبين شغل عنها وكده، وبيكون ان هو عن طريق اكسل، فبما اننا هندرس اكسل هي ملهاش علاقة. لا ملهاش علاقه. يعني الداتا انتري، بص انا بعرفكم ازاي تعملوا داتا فاليديشن بس، يعني ازاي تعملوا سيستم كده. بس يعني الداتا انتري ده ان انت بتقعد تنتري الداتا، انت بتقعد تدخل الداتا، دي ملهاش علاقه في الداتا اناليسيس، فاهمني. لكن انا في الكورس يعني بعرفهم ازاي يعملوا سيستم بسيط كده بالراحه، يدخلوا فيه الداتا وداتا فاليديشن وكونسترينز وحاجات زي كده. فالناس بتنتر الداتا بشكل سيستماتيك مظبوط يعني، فاهمني. تمام ماشي. اوكي. هل محتاج لابتوب معين بامكانيات معينه؟ لا خالص مش محتاج لابتوب. اهم حاجه بس يكون فيه SSD، حتى لو 256، ورامات مثلا 8 او 16. دي اهم حاجتين في اللابتوب. مده الكورس المفروض تعمل لها ابديت. مكتوب 145، المفروض هم من 80 ل 100 ساعه. فمحتاج يتعمل لها ابديت.
ساعة محيطات، لا لا دي حاجة، أو ده ممكن يكون الداتا ساينس. ممكن يكون ده داتا ساينس. الداتا ساينس هو أعلى في الساعات وأعلى في المحاضرات وأعلى في كل حاجة. ممكن يكون ده، أعتقد ده داتا ساينس. اعتماد للتولز، اعتماد للتولز، الإكسل، باور بي أي لوحدها، لكن سيرتيفايد داتا أناليست دي ما قابلتنيش برضه الصراحة. السالري فريلانسر دي برضه على حسب، في ناس بتعمل الساعة ب5 جنيه، ب5 دولار، وفي ناس بتعمل ب50 و100 على حسب ال 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 محمد، على حسب الخبرة بتاعتك يعني. احنا بنعمل كده. احنا في ناس بنشغلها، يعني أنا مثلا بشغل معظم الناس اللي بتكون معايا في الكورسات بشغلهم معايا فريلانسر، يعني المشاريع بيدخلوا كده بنعمل فيه مع بعض، وبيدخلوا فيه بنشتغل از فريلانسر، وبياخدوا هم الشغل بتاع الفريلانسر كشركات. بس بقى يعني على حسب الاوبورتيونيتي اللي موجوده يعني في الشركه معايا، ممكن الاقي في بوزيشن فاشوف اشطر حد موجود مين، فاعمل له ريكومنديشن. في برضه انستراكتورز تانيين كتير جدا ما شاء الله، في مثلا معانا 6 ولا 7 في نفس المجال ده. فكل حد لو في قدامه فرصه بيريكومند الناس اللي موجوده معايا يعني. بس الشاطر طبعا يعني، في الشطاره دي في معايير كتير جدا بالنسبه لنا برضه يعني فيه. آه، يعني افضل كمستقبل ومرتب، اناليست ولا انجينير ولا ساينتست؟ بص، هم كلهم اي حاجه فيها داتا فهي دوس فيها يعني، هي ما فيش فيها بقى افضل يعني. انت كده انت بتتكلم كده في المستقبل، يعني المستقبل كله في معاك. فمعاك الاناليست، معاك الانجينير، معاك الساينتست، اي حاجه فيهم شوف انت ميال لايه. يعني داتا انجينير ده انت لو بتحب الاس كيو ال والداتا بيز وكده، آه، وال بيهايند ذا سينز يعني، فاهم اللي هو ورا الكواليس كداتا بيز، فاوكي ده هيبقى احسن لك. اناليست بتحب تقعد تفكر وتطلع مشاكل وهكذا. برضه انجينير اللي بتحب بقى الجزء بتاع الاي اي مهووس بيه شويه فده هيبقى احسن لك، على حسب كل واحد يعني. عبد الرحمن بيجرب السكرين بتاعي. كل واخد كورسات قبله ولا الاكسل كفايه؟ وحتى مش محتاج تاخد الاكسل خالص، هو بيبدا من الصفر خالص يا استاذ هدى. مش محتاج تكون واخد اي حاجه خالص. ممكن نرتبهم من الافضل يبقى مين؟ لا برضه ما فيهاش الافضل يعني، هو اعلى واحد فيهم الداتا ساينس، ده اعلى واحد. بس الافضل هو اللي بيحل المشكله، الافضل هو اللي بيساعدني في حل المشكله، او بيمنع عني مشكله، او بيساعدني ان انا ابقى ماشي صح وهكذا. لكن الداتا ساينس هو اعلى واحد فيهم، اعلى واحد في البروسيس كله. لا غير وظيفتي، بس احنا هتدعم شغلي في حاجة بسيطة. ما هو دي نفس الفكره بقى يا باشمهندس اسلام، هي دي نفس الفكره بالظبط، ان بقول لك ان في ناس كتير بتتعلم الشغل عشان يطوروا من نفسهم في البيز بتاعهم. يعني يبقى هو يحلل البيانات البوزيشن بتاعه، او الشركه او البنك او هكذا يعني. فهو دي الفكره، ان انت مش محتاج تغير فعلا. انت ممكن تبقى، لو انت المكان اللي انت فيه ما بيدعمش ان انت تتطور في وظيفتك، المفروض تسيبه يعني، تسيبه وتروح مثلا بنك تاني على نفس البوزيشن، او ممكن يبقى اعلى شويه لو انت معاك السكيل بتاع. يعني بجد بعيد بقى عن اي حاجه، فعلا انا بقابل ناس كتير جدا بتقول، او يعني فكره ان الناس بتتطور او بقى عندها وعي بالداتا اناليسز بقى كبير جدا يعني، بقى كبير جدا 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 في كل الاندستريز، حرفيا في كل الاندستري. حتى الاندستريز الستارت اب، اللي فعلا الناس الستارت اب بتوعها فاهمين وواعيين، بيجيبوا داتا اناليست من البدايه. ندرس ونحلل البيانات ونظبط بيانات بشكل مظبوط وهكذا يعني. تحت امر حضرتك. عليكم السلام. محاضره متسجله بس هتنزل على الفيسبوك. كورس يكون اوفلاين زي ما قلت لك. بالنسبه لي انا شخصيا ما بيفرقش معايا، عشان نفس اللي بيتشرح هنا بيتقال هنا بنفس الطريقه، بنفس الاسلوب، بنفس المتابعه، بنفس كل حاجه. انا بالنسبه لي شخصيا انا بفضل الاونلاين، لانه بيكون فيه آم، يعني راحه، الشخص قاعد مرتاح بالراحه، بنهايه براحتنا، محدش مش مرتبطين مثلا ب... بدوشه مثلا في مكان يعني أنا بالنسبه لي ده بيبقى الاونلاين بصراحه بيكون افضل يعني. ولكن على حسب بقى الشخص نفسه، الشخص وقتها هو اللي بيحدد مش انا يعني. اوكي تمام ان شاء الله. طيب حد عنده اي اسئله تانيه؟ حاولوا تستغلوا يعني الفرصه دي، اي اسئله أنا معاكم يعني، انتوا محتاجينه كلنا معاكم.
ربنا يبارك لك، تسلم يا رب. ان شاء الله نعمل شغل كويس مع بعض ونستفيد خلال الكورس باذن الله. شكرا جدا ليك، تسلم. شكرا جدا ليكم وبشكركم على وقتكم، وكل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله يكون يعني عرفتوا اكتر عن المجال وتحمستوا، وحتى لو يعني مش شرط حتى تبدا في الكورس، انت ممكن لو عايز تبدا لوحدك اتس اوكي، بس اهم حاجه تكونوا فعلا فعلا واعيين باهميه المجال ده. المجال ده ليه يعني طلب وفي نمو كبير جدا جدا، من ان احنا كناس في سوق العمل يعني ممكن تفكروا ان ده حاجات تسويق او كده، بس فعلا الناس اللي في سوق العمل فعلا اللي رجلها في ارض في سوق العمل، هم فعلا اكتر ناس تاخد منهم الكلام. يعني بعيدا بقى عن الكورس والمكان والحاجات دي كلها، فعلا في جروب كبير جدا وفي توسع وفي فايده كبيره بنلاقيها من المجال ده، فبالتالي بنمسك في اي حد بايدينا واسناننا. فاتمنى حتى تطوروا من نفسكم فيه وتستفيدوا. الحاجات دي كلها ان شاء الله هبعتها لكم باذن الله. التوفيق ليكم واشكركم، وكل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله هبعت لكم كل حاجه باذن الله. شكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه. اوكي، مع السلامه. شكرا لحضرتك، شكرا يا باشمهندس. العفو العفو، تحت امرك. شكرا ليك. شكرا يا باشمهندس، شكرا لحضرتك. العفو. شكرا يا باشمهندس. العفو العفو، تحت امرك. طيب وخير.